شخص في البداية كان مجرد أمين مكتبة، لكنه مات بسبب الحريق اللي حصل في المكتبة، وفي اللحظة الحالية تم إحيائه من جديد. لحس السكينة ورفعها على رقبة البنت عند الحيطة. ما قلتليش موافقة ولا لأ؟ أنا أحسن وأشهر معلم في الأكاديمية. البنت بخوف قطعت كلامه وقالت له إنه مش أحسن معلم، وإن أحسن معلم هنا هو لوشون. صاحبنا أصر على كلامه وإن هو بكل تأكيد أحسن معلم. وقتها البنت سألته عن اسمه، وهو بتفاخر بيقول اسمي هو شانغ شوان. هو خلص كلام من هنا ولقى كف على وشه. عامل لي نفسك أحسن معلم، وفي الأخير اتضح إنك أسوأهم يا كذاب يا مخادع. وهو قاعد على الأرض كده بيقول لها لو فكرت فيها هتلاقي إن الأسوأ هو الأول، لكن من الناحية التانية صدقيني أنا الأول فعلا. صاحبنا قاعد على الأرض مستغرب من صعوبة امتلاك تلاميذ، والمكان اللي المفروض هيعلم فيه الطلاب فارغ وما فيهوش أي حد. والسبب في كونه ما عندوش أي طلاب كده هو إن صاحب الجسم ده أصلا كان حول واحد من العباقرة لشيطان، والطلاب خافوا جدا لما سمعوا عن الخبر. محدش حب يتعلم تحت إيد شخص سيء السمعة، وبكده صاحب الجسم ده ما بقاش عنده أي طالب غير إنه ضرر كتير من العباقرة، ودلوقتي أهو صاحب لقب أسوأ معلم. في النهاية ما قدرش يتحمل حياته البئيسة وأفرط في الشرب لحد ما مات. وصاحبنا شانغ لسوء حظه تم إعادة إحيائه في جسم الشخص ده، ودلوقتي زعلان إنه مش عنده تلاميذ وشغله اليوم اللي ممكن يطرد فيه من المدرسة. كل اللي همه دلوقتي إنه ما يطردش، عايز يحافظ على وظيفته مهما كان الثمن، حتى لو ده هيكلفه إنه يخدع أحد الطلاب. في اللحظة دي سمع حد بينده عليه، وطلعت بنت بتقول له إنها عايزة تسأله عن حاجة. قربت ناحية الباب وهي بتقول له لو إن ده هو صف المعلم لوشون. في لحظتها جات له فكرة، الفكرة لئيمة لكنه هينفذها. بص يا حلوة، إيه رأيك لو تبقي واحدة من تلاميذي؟ البنت اتحمست جدا وبتعرفه إنها سمعت على إن المعلم لوشون هو أفضل معلم في أكاديمية هونغ تيان، وإن كل الطلاب بيفتخروا بكونهم تلاميذه. كل ده هي فاكرة إن هو المعلم لوشون، وهو قطع حبال تفكيرها أم قال لها المعلمين شبه الأحذية، ومهم جدا تاخدي الحذاء اللي بيناسبك، ولو خدتي حذاء مش مناسب معاكي فإيه الفايدة هتكون منه؟ نفس الكلام مع المعلمين، فلو في معلم مش مشهور لكن أساليبه مناسبة معاكي فده معناه حاجة واحدة بس، لو أنت اتدربتي تحت إيد المعلم ده فأنت هتبقي أقوى. وقتها البنت بتقول له إن أخوها قال لها حاجة زي كده، وبعدها بتعرفه إن هي مش متأكدة من المعلم اللي ممكن يناسبها. في الوقت ده قال لها إن هو معلم في الأكاديمية، وإنه ما يقدرش يتجاهل طالب بيمر بمحنة زيها كده. وريني مهاراتك في التدريب وأنا هشاور لك على المعلم المناسب معاكي. بسرعة انحنت وهي بتشكره جدا، واتخذت وضعية قتالية. بدأت بتنفيذ بعض تقنيات الفنون القتالية، وهي بتنهي حركتها الأخيرة هو كان واقف بيتفرج عليها وشايف إن حركاتها معدومة القيمة، لكنه فكر إن لازم يخدعها ويرضيها بخدعته. وقتها انتهت من تطبيق الفن، وعلى طول سألته عن رأيه، وهو بيقول حسب اللي ملاحظه فأساسك متين وصلب للغاية، غير إن موهبتك وحشية. بيكمل كذبه عليها وهو بيقول لها أنت عبقرية، صعب حد يلاقيكي في الزمن ده. وهي يا عيني كانت منذهلة جدا لأنه وصفها بالعبقرية. بعدها وصف تحركاتها برجليها وإن تشبه حركات التنين والنمر، رجليكي صلبة وقوية للغاية، وشايف إنك لو اتدربتي أكتر من كده فأنت هتبقي شخصية تتدون في كتب التاريخ. البنت بتقول له إن رجليها متصابة أصلا، وإن الدكتور عرفها إن رجليها في حالة سيئة جدا لدرجة إنها ممكن قريب تصاب بالشلل. ما يتهيأليش إن ممكن أبقى فعلا شخصية عظيمة. صاحبنا أدرك إنه هبل بالكلام وبطريقة منه عشان يعدل على اللي قاله. بيقول لها إنه مش شايف مشكلة، ورغم إن عندك إصابة في رجليكي إلا إن برضه لسه عندك فرصة عشان تبقي محاربة عظيمة. وقتها طلبت منه يكلمها عن الفرصة، وصاحبنا بحركات اعتباطية بيقول لها أنا هخليكي توصلي للقمة. البنت اتحمست جدا وسألته لو إن في أمل فعلا عشان رجليها تتعافى. وقتها قطع كلامها تاني وقال لها لكن ثواني، في 3 معلمين هم بس اللي يقدروا يرشدوكي، وطبعا أنا واحد منهم، واللي بيهم هتقدري تكتشفي الفرصة اللي انت مستنياها. وللأسف اتبقالك واحد بس، لأن الاتنين المعلمين التانيين بطلوا يقبلوا أي تلاميذ. وقتها هي بتسأله عن العمل دلوقتي، وكلمته لو إنه لسه بيقبل تلاميذ، وهو بيقول لها بالنسبة لي أنا مش مهتم بالثروة ولا الشهرة. وأما حست إنه هيرفض على طول نزلت على ركبها، وبرجاء طلبت منه إنه يعلمها وإن يقبلها تلميذة عنده. بتقسم له إنها هتبذل كل جهدها في التدريب وإنها مش هتخيب أمله أبدا. هو في عقله اللئيم بيبقى شايف إن خطته نجحت، وقال لها قدرنا إننا نتقابل النهارده وأنا خلاص قبلتك. هي استغربت شوية إنه قبلها بالسرعة دي، وهو جرحها بالسكينة وعرفها إن دي هي هويتها. خد نقطة الدم على الكرة اللي معاه وعرفها إنها دلوقتي حصلت على اللي عايزاه، وقال لها عرفيني بيكي بقى. البنت اتأسفته لأن ما قالتلوش اسمها بدري، وعرفته إن اسمها يين، وهو فاهمها إن دلوقتي ترجع البيت وإنها تبدأ من بكرة. وصاحبنا بيقول أخيرا حصلت على طالب ومش هقلق من فكرة إن أطرد من الأكاديمية. اللي عملته يعتبر نجاح عظيم في العالم ده، ودلوقتي اللي كنت مالك الجسم ده بعد ما أنا أتممت العبور واستقريت بجسمك فأنا بكل تأكيد هعيش. فجأة صاحبنا استشعر نبضة غير عادية في جسمه، داخ ودروخ في مكانه وحس إنه بيقع من ارتفاع عالي لمكان تاني. شغل لقى نفسه قدام بوابة كبيرة، بوابة مكتبة المسار السماوي. وقف مندهش من حجم البوابة العملاق، عمال يفكر في اللي لسه حاصل دلوقتي. بعدها بيفكر إنه أكيد مش في المكان ده عشان يتنقل لجسم شخص مختلف. بعدها بيفكر لو إن اللي حاصل هنا هو عبارة عن مكافأة ليه بسبب إنه اتأخر في عملية التنقل لجسم الشخص ده. قرب ناحية البوابة وهو مش فاهم حاجة، فاكر إنه فعلا في حياته السابقة كان أمين مكتبة وإن أكيد مش هيتعين في نفس الوظيفة مرة تانية. قرر يدخل جوه عشان يبص بصة، شايف إنه ممكن يلاقي نظام متقدم أو معلم مطلق. شاغ انبهر من المكان، وده بسبب الأعمدة اللي شكلها براق
عملاق جدا ومحلقه في الهواء. شايف ان المكتبه دي افخم بكتير جدا من المكتبه في حياته السابقه. باصص لفوق ومش عارف يوصل لنهايه السقف بعينيه. المكتبه شكلها مهيب جدا فعلا ومفيش غير الكتب حواليه من كل ناحيه. فضل يتامل الكتب كده وبيتساءل عن انواع القوه اللي الكتب دي بتمتلكها. بيفكر لو ان حارب حد في المستقبل فهل هيمسك الكتب دي كسلاح ويرميها على الشخص اللي قصاده ده وهو بيحاربه. فضل يتمسخر شويه لانه كان متوقع على الاقل ان يشوف اسلحه حواليه، وده لانه متعين حاليا كمدرب للفنون القتاليه. بعدها حس بالحماسه وهو باصص على الكتب، قرب منها وهو بيقرا العناوين منبهر بتعدد الفنون القتاليه اللي بتحتويها. لكن للاسف اما قرب ايده عشان ياخد كتاب اتفاجئ ان ايده اخترقت المكتبه كلها، وبصوت عالي قال مستحيل، حتى الكتب مزيفه، ده حتى مش هعرف امسك كتاب عشان ارميه. فجاه صاحبنا لقى نفسه بره البوابه عمال يفكر ازاي دخل جواها وطلع بالسرعه دي. ومع انه انبهر من شكل المكتبه والزخرفه اللي على الاعمده الا انه برضه كان شايفها عديمه النفع، وده لان ما عرفش يستعمل الكتب فايده كانت اخترقت الرفوف. بعدها صاحبنا قرر ان يشم هوا وان يروح يشوف حاجه ياكلها، وبعدها ابتسم بالام وهو بيقول ان بعد ما ياكل هيروح يدور على طالب يخدعه ولا حاجه. وهو بيفكر كده ندح عليه شخص من وراه قعد يغيظه ويستفزه بان جاله طلاب جدد النهارده وعرفه ان كلهم اتأيدوا عنده. بعدها ساله لو انه امتلك طلاب ولا لسه. خليكوا عارفين حاجه، ان الشخص اللي بيتمسخر على تشانغ ده بيتمسخر عليه باعتباره المضيف السابق للجسم وما يعرفش لسه ان شانغ الحالي هو جاي جديد في الجسم ده. شانغ قال له مش لازم تباها قدامي، فانا ماليش اي علاقه بيك. للاسف الشخص اللي قدامه ما بطلش وشاور عليه وهو بيكلم طلابه بان المعلم شانغ شوان هو المعلم الوحيد اللي حصل على تقييم 0 في الاكاديميه، لكن مع ذلك هو ساحر لانه قدر يطلع بتقييم جديد. الطالب اللي على اليمين كان عارف شانغ بانه المعلم المعروف بانه الاول من الناحيه الثانيه، واللي على الشمال خالص كان فاكر معلومات عن شانغ، فهو فاكر ان المعلم اللي علم طلابه لحد ما اصابهم الجنون. اما اللي في النص فكان بيتساءل انه ازاي معلم وحصل على تقييم 0 في الاكاديميه وشايف ان بالشكل ده مفيش اي طالب هيتخذه معلم ليه. في الوقت ده شانغ قال خلصت كلامك، تقدر تمشي دلوقتي بما انك خلصت، وانا عندي اكل عايز الحقه. المعلم التاني برضه ما خلصش ووصفه بانه سيء السمعه وان ازاي مش حاسس بالخزي. شانغ رد عليه وقال له ايه اللي عايز نخجل منه، ده انا بدات اصنع التاريخ. طب حتى بص الطلاب الجداد اللي معاك دول عارفيني، لكن انت مين يعرفك يا سيد كاو؟ ما عندكش اي سمعه بصفتك مدرس هنا، ايه المؤهلات اللي بتمتلكها اصلا مقارنه بيا؟ كاو كان متضايق جدا فعلا، مش مصدق ان شانغ بيحتقره مع كونه سيء السمعه. في اللحظه دي صوت من وراهم قال المعلم شانغ مش زي ما انتوا بتقولوا خالص. اين طلعت هي اللي اتكلمت، قالت لهم ان المعلم شانغ جيد جدا وانه مش بس قابلني كطالبه، ده كمان قال اني متدربه كويس واني ممكن ابقى الاولى على الصف. الشخص اللي وراها كان بيحاول يوقفها وبيعرفها ان ما تقولش حاجه. قرب منها وقال لها ان السيد الشاب طلب منك انك تروحي للمعلم شون، لكنك في الخفاء رحت للمعلم الفاشل ده، لازم تسيبي فصله لاما السيد الشاب هيعرف. كاو كان شايف البنت وسال شانغ لو ان دي هي الطالبه بتاعته، بيقول له انها بتفكر تنسحب ويا ترى ايه اللي هتعمله بخصوص الموضوع ده. شانغ كان متضايق لانه حصل على الطالبه دي بالعافيه ومش قادر يتقبل حاليا فكره انها هتمشي، وده لانها هي اللي خلصته من ازمه الطرد من الاكاديميه. الشخص اللي جنبين بيحاول يسحبها وبيعرف شانغ ان ين لازم تنسحب. وقتها شانغ اتجاهل كلامه وبص ناحيتين وقال لها عارفه عدد الاشخاص اللي حاولوا يبقوا طلابي وانا ما قبلتهمش كانوا قد ايه؟ متاكده فعلا انك عايزه تتخلي عن الفرصه النادره اللي انت فيها دلوقتي. بعدها شانغ مال ناحيه العجوز المعروف بليه وقال له اللي انا هقوله دلوقتي مش معناه ان انا هخسر كتير، لكن كل الموضوع هو ان لو طالب مشي من عندي فده هيسيب لي سمعه سيئه كمعلم، ده غير انها لو مشيت كده من عندي فما فيش اي معلم ممكن يقبلها في المستقبل. هل انت مستعد تتحمل المسؤوليه كامله؟ خده تحت دراعه وهو بيقول له اطمن، فالبنت دي موهوبه جدا وكون انا اللي بعلمها فبالتاكيد هي هتحقق انجازات عظيمه. مع ان الكلام اللي شانغ قاله جميل الا ان كل اللي في الموضوع انه مش عايز يطرد من الاكاديميه. فجاه كاو قطع كلام شانغ وبصوت عالي قال مين قال ان لو الطالبه دي مشيت من عندك فان مش هيكون في اي معلم يجرؤ يقبلها؟ طالما هي هتنسحب كده فانا المعلم كاو هقبلها طالبه على الفور. في اللحظه دي شانغ وصفه كلص للطلاب بشكل صريح وقال صدق او ما صدقش انا هقضيك في المكتب السياسي والتعليمي. وكاو قال يبقى خلينا نتنافس ونفس التوجيه، يا ترى هل هتتجرأ وتقبل؟ على العموم الاكاديميه نصت بشكل واضح وصريح على امكانيه التنافس المباشر والسماح للطلاب لاختيار المعلم بشكل صريح مستقل، ده كله ما يعتبرش سرقه ابدا. شانغ بدا يحلل الموقف فهو شايف ان على الرغم من ان شخصيه كاو شيونغ ضعيفه الا ان مستواه التعليمي وتدريباته افضل منه بكتير، وبيبقى عارف انه لو دخل مع المنافسه دي فهو هيخسر. وكاو بيقول طبعا مش هتتجرأ وتوافق، ولو فعلا عندك الجراءه يبقى خلينا نبدا، لان شانغ حسه انه لو انسحب من النزال فكده بنسبه عاليه هيخسرين. السبب ده لوحده بيخليه ينافس كاو. كاو وشانغ وقفوا على الحلبه وكاو قعد يعلن بصوت عالي على ان في منافسه هتبدا مع المعلم شانغ، والناس فعلا اتجمعوا وكانوا عارفين انه المعلم الاول لكن من الناحيه الثانيه. كاو بيعرف شانغ بالقواعد، بيعرفه ان طلاب من الطرفين هيواجهوا بعض والفوز هيكون بناء على كميه الاحراز اللي الطالب هيحققها. وكاو قال لين ان هيبدا بيها. على طول هي اتخذت الوضعيه القتاليه بتاعتها وعلى طول وجهت هجوم بقبضتها. هجمتها اصابت مكان بيحسب كميه الضرر والرقم اللي طلع لها 53. من النظر ليها كده كاو كان عارف ان عندها اصابه في رجليها من تحت، وده لان استشعر ضعف مبالغ في رجليها. شانغ انبهر جدا من اللي كاو عمله فهو قدر يحلل رجلين
الاثنين من اول نظره. شايف ان بصيره كاو احسن من بصيرته، وحاسس ان النزال ده مش لصالحه ابدا. في اللحظه دي كاو قرب من نين وقال لها خليني اقول لك على اسلوب هيريح كاحل رجليكي وهيحررك من عبء الاصابه شويه. شانغ بيحاول يسمع كاو وهو بيقول لها التعليمات، لكن لانه بيوشوشها فهو ما عرفش يسمع اي حاجه. ين وقفت في وضعيتها القتاليه وبتطبق اللي كاو قاله لها. في لحظه وسعت من مسافه رجليها اكتر، وده مكنها من توجيه لكمه باندفاعيه اكبر. صدمت الجدار معتمده على جسمها كله في اللكم، والمره دي حققت 63. الطلاب كلهم انبهروا من اللي عملته، مستغربين ان بتوجيه بسيط قدرت ان ترفع من قوتها 10 درجات زياده، ووصفوا توجيهات المعلم كاو بالمذهله. بعدها كاو جاب طالب من عنده لشانغ عشان يوجهه، واثناء ما الطالب يقرب ناحيته لقوا شانغ رفع ايده وهو بيقول استنى انا حاسس ان ده ظلم. الاتنين استغربوا مش عارفين اللي بيتكلم عليه، وشانغ قال ليه اما انا اخسر انت هتاخدين، لكن مفيش اي عقوبه لو انت خسرت. انا شايف ان ده نصب واحتيال صريح. وقتها كاو فعلا حس ان عنده حق، قرب من تلميذه وقال لو انت كسبت يا شانغ فانا هسمح ليانغ ان يتخذك معلم. ولان يانغ كان قلقان فكاو بدا يطمنه ويقول له ان مستحيل على المعلم شانغ ان يفوز، فخليك مرتاح البال. وشانغ بعدها بقى راضي لانه حس ان ده عادل. يانغ وقف قصاد الجدار وشانغ باصص عليه مش عارف حتى القبضه اللي هينفذها، مش متخيل ازاي هيقدر يطلع عيوب من حاجه مش عارفها. في اللحظه دي يانغ بدا ينفذ المهاره بتاعته، بيوجه لكمه وهو بيفكر ان الموت اهون عنده من ان يخدم شانغ الحاصل على صفر في التقييم. شانغ متوتر جدا، عمال يعصر دماغه عشان يطلع عيوب في الاسلوب اللي يانغ بيستعمله، فهو عايز يوجه له اي توجيهات ترفع من درجاته. فجاه داخه دروخ زي ما حصل قبل كده، ولقى نفسه من تاني عند بوابه مكتبه المسار السماوي. دعك راسه من الالم وهو مستغرب ان يرجع هنا تاني، وفجاه لقى نفسه عند مكان معروف بعيوب المسار السماوي. مش فاهم المقصد من المكان ده، وفاكر المره اللي فاتت اللي جه فيه هنا ما كانش لقى قدامه الاسم ده. اما بص يمينه لقى كتاب طاير ناحيته، كتاب قرب منه لحد ما مسكه واستغرب ان الكتاب مش وهمي وبيمسكه عادي. اما بص على الكتاب لقى مكتوب عليه اسم الطالب يانغ، عارف انه من عائله ليو من مدينه شيايون، ممارس للفنون القتاليه في عالم جمع ليتشي. عارف ان تقنيات الصقل الخاصه بيه معروفه باسم اللوتس الخارقه، وفنونه القتاليه هي قبضه الزهره المحلقه المرحله الصغرى، بالاضافه لقبضه التنين المبهمه المرحله الكبرى. بعدها اتنقل لقسم العيوب وبدا يتنقل من عيب للتاني. اما بص على العيب ال 12 لقى ان مكتوب ان دراعه الشمال اقوى من دراعه اليمين، لكن مع ذلك اسلوب قبضته معتمد على ايده اليمين، ونتيجه ده بتخليه ما يظهرش قوته الكامله لان اصلا ايده الشمال هي الاقوى. شانغ انبهر جدا من المعلومات اللي حصل عليها دلوقتي. وبالعوده للحظه الحاليه فيانغ كان وجه لكمته وحقق 62. المعلم كاو باصص على شانغ مستنيه يبدا توجيهاته، اما شانغ فمبتسم مشغول باللي لسه حاصل له دلوقتي. شايف ان القدره على معرفه العيوب وتسجيلها في كتاب قدره تخطط عنان السماء. بيضحك اكتر هو شايف ان المكافاه اللي حصل عليها لا تقدر بثمن. جه الوقت اللي اوريك في قوه العابر الحقيقي. بثقه قال اسلوب القبضه الخاصه بيانغ جواه 12 عيب. كاو ضحك بهستيريا بيقول له انه مش مصدق الكلام اللي سمعه. كل الطلاب فعلا ضحكوا على كلام شانغ، مش مصدقين ان الاسلوب الخاص بيانغ والمعروف بقبضه النقاء جواه كل العيوب دي. وشانغ قال مش مصدقين اللي بقوله، يبقى مفيش قدامي اي حاجه اعملها. ومشي وهو بيطلب مني ان تيجي وراه، وان مفيش داعي نراهن على النوعيه دي من الرهان. وقتها كاو وقفه وقال له اننا بنصدقك يا معلم شانغ، من فضلك ارجع تاني فاحنا عايزين نشوف النصح منك. وشانغ جواه قال هوريك يعني ايه اكون الاول من الناحيه التانيه. بكل ثقه شاور على يانغ وهو بيقول اللي انت نفذته دلوقتي هو اسلوب القبضه اليمنى، وانا بقترح عليك تضرب باليسرى. يانغ استغرب جدا من اللي قاله، فاسلوبه اصلا معتمد على القبضه اليمنى، وتلاميذ بيضحكوا هما بيقولوا يضرب باليسرى، الظاهر انك بتشوه الاسلوب. في لحظتها يانغ غير من وضعيته، وده لان المعلم كام امره بسخريه ان يتبع تعليمات المعلم شانغ. بالنسبه لمعرفه كاو فهو شايف ان لو يانغ ضرب بايديه الشمال فهو مش هيقدر حتى يعدي 30 كيلو في هجمته. يانغ وجه لكمه بايده الشمال وانبهر بمجرد ما قبضته لمست الجدار. كاو شاف ان اللي حصل ده خيالي، واتضح ان يانغ وصل ل 123. الطلاب التانيين كلهم استغربوا جدا، فال 62 اللي كان حققها وصلت ل 123 كيلو، وشايفين ان ده ارتفاع بنسبه 100%. يانغ مش مصدق ان دي هجمته. اما شانغ فمبتسم شايف ان مكتبه المسار السماوي مصباح الامنيات اللي كان بيدور عليه. بيقول لكاو انت زودت الطالبه بتاعتي بنسبه 20%، اما انا فزودت الطالب بتاعك بنسبه 100%. يا ترى لو في عندك حاجه هتقولها؟ كاو ما كانش مصدق ان خسر. شايف ان شانغ حقق فعلا نتيجه مبهره. طلع الكره اللي معلم بيسجل عليها الاسماء، عض صباعه وبدا يمسح دم يانغ اللي سجله. باسف شاور الحجر ناحيه يانغ وهو بيعرفه انه ما بقاش تلميذه، ويانغ هناك مش مصدق ان ده بيحصل فعلا. نزل على السلالم وهو بيعرف بقيه الطلاب ان لازم يمشوا دلوقتي، وواحد من التلاميذ بيساله لو ان ده هو فعلا كل اللي هيعمله. اما بص على شانغ سمعه بيقول اوعى لا تتكعبل، وهو شايف ان شانغ كسب بالحظ، وجواه بيتوعده ان هيذله المره الجايه. اما شانغ فرمى الحجر بتاعه ليانغ، عرفه انه ياكد هويته لانه بقى تلميذه دلوقتي. يانغ بيطبع دمه وهو بيفكر ان طالما ده الحال فلازم يقبل بيه، والا مفيش اي معلم تاني ممكن يقبله. في الوقت ده كان انتهى من التقييد. بعدها في نفس اليوم في الاكاديميه بنت سمع طلاب بيتكلموا عن اللي حصل بين المعلم شانغ والمعلم كاو، وان المعلم شانغ المعروف بانه الاول من الناحيه التانيه اتغلب فعلا على المعلم كاو، لا ده كمان فاز عليه بنسبه 100%. مستغربين ان حتى المعلم لوشون ما يقدرش يفوز بنسبه 100%. البنت ركزت على 100% اللي حققها دي، وان ازاي ممكن معلم يعمل اللي المعلم لوشون ما يعرفش يعمله، وبتستنتج ان المعلم شانغ كان مجرد محظوظ.
محظوظ. البنت التانية قالت لها ما يتهيأليش ان حظ ابدا شخصي يعلى بنسبة 100%. اما البنت الاولى فشايفة ان الغرض الرئيسي من زيارتها لاكاديمية سماء الطوفان هو انها تبقى طالبة تحت ايد المعلم لوشون. وكده كلام البنت التانية بيخليها تحس ان المعلم لوشون مش الاول في الاكاديمية، وبتقرر انها هتروح هناك وتكشف المعلم شانغ على حقيقته. بعدها البنت راحت لمقر المعلم شانغ. هي جات له شانغ كان قاعد سرحان في تفكيره بيضحك وهو شايف ان لو اي شخص استعمل فنونه القتالية قدامه او حتى اكتفى بانه اتمرن فمكتبة المسار السماوي هتولد كتاب لعيوبه بشكل تلقائي. شايف ان مكتبة المسار السماوي هتخليه يتربى على ذروة الحياة. البنت بغضب سألته لو انه المعلم شانغ، وهو قال فعلا ايه اللي عايزاه. بتقول له ان سمعت انه زود طالب بنسبة 100%، وبتطلب منه يوجهها هي كمان عشان تشوف لو انه هيعرف فعلا يرفع من قوتها ولا لا. شانغ بص ناحية تانية وهو بيقول لها ان ما عندوش وقت، وهي استغربت من اللي قاله وبتقول ما انت كنت سرحان دلوقتي وعايش في ارض الاحلام. وشانغ بيقول لها انا بقيد الطلاب وما عنديش الوقت اللي العب فيه مع بنت صغيرة ووقحة. دكت على اسنانها وهي بتسأله عن اللي عايزه منها عشان يوجهها، وهو قال لها بجليني كمعلم. وهي جواها بتقول عايز تحتال على طلاب مرة تانية، انا تشاو ومش شايفة اسوأ منك. بتقرر انها تتخذه كمعلم الاول وبعدها تتخذ المعلم لوشون كمعلم، وده عشان تكشف حقيقة شانغ ككذاب ومخادع. بتعرفه ان هي هتبجله كمعلمها وبتأكد عليه ان لو غلط في توجيهها فهي هتفضح هويته بشكل علني. البنتين التانيين كانوا سامعين الكلام الداير ما بينهم ومستغربين ان تشاو عايزة تبقى طالبة عند المعلم شانغ. جروا وهما بيقولوا انهم هيبلغوا الامين ياو. وقتها شاور لها بايده وهو بيقول لها ان تنسى اللي بتحلم بيه. عرفها ان سلوكها سيء للغاية وانه بيفضل الاطفال المطيعين. كلامه استفزها جدا وحاولت تمسك نفسها وهي بتقول له انه ما يغضبش وانها كانت واقحة معاه. بتعرفه انها هتبجله بصدق كمعلم ليها، وبرجاء بتطلب منه انه يقبلها. هو وافق وهي شكرته باعتباره بقى معلمها. رفع ايده وهو بيقول عايزة تتخذيني كمعلم يبقى لازم تبدأي بتنظيف الغرفة الاول، وده لحد ما يبقاش في ذرة غبار. ما تنسيش تنظفي غرفة المرحاض، تحديدا حوض المرحاض نظفيه كويس بالفرشة. لو اتممتي ده هقبلك كطالبة. فغضب قالت له انه ما يتمداش، وشانغ قال مش عايزة يبقى امشي واقفلي الباب وراكي. في ثانية كانت اتراجعت عن اللي قالته، بدأت تنظف وهي بتقول له انها كانت بتهزر، عمالة تنظف كده وشايفة انها ما تعرضتش لإذلال زي ده من وقت ما كانت صغيرة، وجواها بتتوعده فعلا ان مش هتسيبه في حاله. شاو خلت المكان بيلمع وهو اداها الحجر عشان تأكد هويتها. بتضحك عليه بالكلام وهي بتقول ان متطلعة جدا لتوجيهات المعلم، لكن جواها مش قادرة تصبر عشان تبهدل سمعته. بعدها شانغ امرها تروح لجدار قياس القوة الحجري تسدد لكمة ليه عشان يعرف المستوى اللي اساسها فيه. وهي وقفت قصاد الجدار مستغربة انه هيقدر يديها توجيهات اما توجه لكمة واحدة بس منها. متشوقة جدا تعرف الحيل اللي هيستعملها. شانغ شاف انها استعملت فنون القتال وجواه مستني عمل مكتبة المسار السماوي. في لحظة كانت نقل لهناك بيتمشى وهو مستني كتاب يظهر له. بص شماله وهو بيبتسم لانه لقى كتاب على الرف بيلمع، وعلى طول سحب الكتاب ليه. بص على الكتاب عشان يتأكد من الاسم وعرف فعلا انه ليها. من خلال محتويات الكتاب ادرك ان اللي قصاده دي هي ابنة حاكم مدينة اليشم الابيض، وهي دلوقتي في ذروة تجميع ليتشي. اما بص على تقنيات الصقل لقى مكتوب قدامه اليشم الابيض، وفي خانة العيوب اتفاجئ انه قدامه 27 عيب. بيقلب الصفح وهو حاسس بالملل، مش شايف ان في حاجة مميزة في ابنة حاكم المدينة. بعدها حاجة شدت انتباهه، وبالعودة للحظة الحالية فشياو كانت انتهت من هجومها واللئيمة حققت قوة بتعادل 123 كيلو. شانغ سقف لها وهو بيقول لها ان اللي عملتيه ده مش سيء ابدا، باعتبارك ما عندكيش تعلم منهجي. كونك قدرت توصلي للدرجة دي من القوة يخليكي فعلا تستحقي تكوني ابنة حاكم المدينة. وهي شكرته على المجاملة. بعدها طلبت منه النصح والتوجيه. شاو كانت مخبية حاجة ورا ظهرها واللي في ايديها ده كريستال اليشم، مهمته انه بيسجل اللي بيحصل. ناوية تسجل توجيهات شانغ وتفضحه في العلن باعتباره كذاب. بتبقى عايزة تتأكد انه مش هيقدر يبرأ نفسه. في لحظة شانغ كان قرب منها وقال لها اسمحي لي اعرفك بشكل مباشر يا تلميذة، انت عندك مرض. شاو اتفزعت من اللي قاله وبهلع قالت له انها مش مريضة وان هو وعيلته كلها مرضى. شانغ عرفها ان هو مش بيوبخها وان فعلا جسمها مريض، وهي بثقة قالت له انها مش مريضة، انت ما شفتش حاجة وعمال تتلفظ بالهراء. شانغ قال لها ما تنكريش اللي هقوله، مش في الغالب كده بيجيلك ألم عند نقطتين الوغز بالإبر في تانزونج وتشوت شويويه، تحديدا في الليل وقت اكتمال البدر. جسمك كله بيحمر وبتبقي منزعجة وسريعة الانفعال. حاجة كمان مهما اتدربتي فبتلاقي نفسك مش عارفة تخشي في حالة التأمل. شاو انبهرت جدا من اللي قاله، مش مصدقة انه عرف عنها كل ده، وهو بثقة قال لها انا عرفت ده لاني معلم. بعدها تشاو سألته لو ان في حل لده، وهو عرفها ان فعلا في حل وان لو جات له الفصل بكرة فهو هيشرح لها كل حاجة. وفي الاخير قال لها لو مش مصدقة ممكن تروحي لاي معلم غيري في الاكاديمية. وتشاو لان انبهرت جدا من اللي قاله قالت له انها مش هتروح لمعلم تاني وان هو معلمها الاوحد. في اللحظة دي بص لها وقال لها على كده بقى ناوية تحتفظي بحجر تسجيل الكريستال اللي معاكي ده. هي استغربت انه عرف ان معاها الحجر وفي ثانية كسرته بايديها، لسه مش مستوعبة انه قدر يعرف المرض اللي عندها وكمان قدر يكتشف الكريستال اللي مخبياه. بيمشي وهو بيعرفها انه ما تتاخرش على الصف بكره، وهي بصاله مش مصدقه انه حصل على 0 في التقييم كمعلم، وان التفسير الوحيد اللي يشرح كل حاجه هو ان المعلم خبير مش بيدور على الثروه ولا الشهره. في اللحظه دي شخص نادى عليها بصوت عالي من بعيد، وفي ثانيه وقف بعد ما كان بيجري بسرعه، والشخص بيطلع ياو هان كبير امناء مدينه الغيمه البيضاء. وقتها سالته عن السبب اللي خلاه يجي هنا، وهو سالها لو انها
بعدها بجلت شانغ كمعلم ليها، وهي عرفته انه فعلا اتخذته كمعلم ليها. ياو بص لشانغ وهو بيقول: فتاة السماء الفخورة، المعلم ده مش مؤهل لتعليمك، وطلب من شانغ ان يتخلى عنها فورا. البنت بتعرف ياو ان ما يعملش جلبة هنا والا هتروح للعميد وتتسبب في طرده. ياو استعجب من كلامها جدا، وهي بتقول له انها عايزه تبجل المعلم ده من كل قلبها. انبهر انها عايزه ده بشده، وسالها لو انه فعلا هيقدر يديها توجيهات لقاعده الصقل وزياده قوتها بسرعه. وقتها لقلقت شويه، ولان بان عليها التهته في الكلام، ياو شك لو ان في حاجه مش كويسه بتحصل. بص على الارض ولقى كريستال التسجيل محطم، وفي غضب التفت لشانغ ووصفه بالدنيء، وساله عن اللي عمله للانسه تشاو. نشط قوته وهو بيقول له: ازاي حاولت تغوي بنت صغيره قاصره وترغمها تنضم لفصلك؟ انت هتموت هنا وحالا. ورد شانغ كان الظاهر ان في سوء فهم كبير شويه. وقتها تشاو قالت بانفعال: عمي ياو، ايه اللي انت بتفكر فيه ده؟ لو كررت ده مره تانية فانا مش هتكلم معاك تاني. مشيت وهي جراه من ايده بتعرفه انه ما ياخرهاش عن صفها بكره. شاو سحباه من دراعه، وياو باصت لشانغ بريبه. اما شانغ فمستغرب من نظراته، بريء عن كل سوء الظن اللي ياو ظنه له. بعدها بنلاقي 2 من الطلاب ماشيين، ومو بيقول لصديقه تشين ان ما يكتئبش، بيقول له ان المعلم وانغ الوحيد هو بس اللي اتخلى عنك. وتشين بيرد عليه: انت اتقبلت يا مو، عشان كده الكلام سهل عليك. ومو حاول يطمنه وهو بيقول له ان انت في معلمين تانيين ممكن يقبلوك. وقتها تشين قال له انه ما يكلمهوش باستخفاف، وانهم مارسوا الرماحه مع بعض من وقت ما كانوا صغيرين، وان افضل مكان هيعلم فن الرماحه في اكاديميه سماء الطوفان هو عند المعلم وانغ. انت نجحت يا مو، اما انا ففشلت، ومش عايزني حتى اكتئب شويه. وقتها مو لمح حاجه على يمينه وقال له: بص على اللافته، مكتوب هنا انه المعلم الاول، ايه رايك لو ندخل ونبص بصه؟ ولان تشين مكتئب فهو رفض. اما صديقه مو فما سابوش، جره من ايده وهو بيقول له انه ممكن يطلع معلم كويس في الرماحه. شين قال له ان المكان باين عليه قديم جدا، اما مو فاصر وعرفه انه مفيش حاجه هيخسرها لو دخل. شانغ جوه بيتاكد لو ان فعلا عايز يبجله كمعلم، ومو قال: فعلا اخويا بارع جدا في الرماحه، ونتمنى نحصل منك على النصح والتوجيه. وشانغ قال: يبقى وريني فن الرماحه الاول. مو قعد يدفع تشين وهو بيقول له انه ما يتوترش، وان يسمح للمعلم يديله شويه توجيهات. اما شانغ فامن على كرسي وجواه مزقطت من الفرحه، وده لان جاله تلميذ لحد عنده. شين ماسك رمحه وملاحظ علامات الفقر في المكان من حواليه، وجواه شك لو ان المعلم في المستوى المتوسط بيحاول يفضي افكاره وهو بينفذ المهاره بتاعته، وشايف لو انه مش معلم جيد كفايه فهو كل اللي هيعمله انه هيمشي ويسيبه. في اللحظه دي استعد عشان يشن الهجوم، واصاب الجدار بهجمه مستقيمه هجمته عدلت 123 كيلو. بص ناحيه المعلم وبادب طلب منه النصح والارشاد، اما بص على المعلم لقاه بيضحك شويه، وعلى طول اكتئب تاني لانه حس ان المعلم شانغ مستواه مش جيد كفايه. وقتها شانغ قال: ايها الطالب، الظاهر ان مشاعرك مجروحه وباين انك اتهنت واتذليت. الولد اتصدم من كلام شانغ، كان لسه هيقول له انه كان معجب ببنت، لكن بسرعه وقف وقال ان ده ملوش علاقه بالمعلم. في اللحظه دي ساله لو ان كلامه صح، واستغرب ان ازاي اتعرض للاذلال وما قالوش، وساله عن البنت اللي سببت له في ده. شان حاول يغير الموضوع وبتوتر قال له انه هيتكلموا في ده بعدين. بص للمعلم شانغ وقال له ان الموضوع ده يخصه هو، وانه مش عارف معلومه زي كده ممكن تفيده في فن الرماحه ازاي، وان ده اكيد ملوش دخل بالاسلوب. وشانغ قال: طبعا ليه دخل كبير، مهاراتك في الرماحه شرسه وحاسمه وبتعبر عن شخصيتك، وانت لازم تمشي بشجاعه لقدام في كل اللي بتعمله، وما تفكرش ابدا في المستقبل. انت بقيت خجول وخايف من الفشل بسبب اصابتك العاطفيه، وده سمح للتردد والشك يتخلل لاسلوبك في الرماحه، واللي تسبب بتخفيض قوتك بشكل كبير. شين استعجب انه عرف ان قلبه مكسور، وان عارف كتير عن شخصيته. وشانغ بيكمل ويقول: تمثل الرماحه الحاله الذهنيه، والحاله الذهنيه غير معروفه، وفنون القتال المعروضه مظلمه بشكل طبيعي، مع ان مهاراتك في الرماحه متسقه الا انها متشابكه لسبب معين، وده بيخليها متقطعه باستمرار. انت في حاله من الفوضى، وبنظره واحده بس عرفت ان الحب هو السبب. منبهر جدا من قدرات المعلم شانغ، فشايف ان حتى المعلم وانغ الاول في الرماحه ما عندوش البصيره دي كلها. شانغ مشي ناحيته وهو بيقول له انه هيديله نصيحه، بيعرفه انه لازم يمتلك القوه الكافيه الاول عشان ينال الاحترام في علاقته. مفيش طرف هيبص لك بازدراء لو انت في كامل قوتك، عشان كده كل اللي عليك تعمله هو انك تسترخي وتفرج عن حالتك الذهنيه وتمارس بجد. ومع اني بقول لك ان القوه لوحدها هي اللي هتخليك تثبت، الا ان مع ذلك ما تتنمرش على الفقراء والضعاف، وده لان الحال ما بيدومش ابدا. شين عجبه كلام شانغ ودخل دماغه، وشانغ قال: دلوقتي جرب تسدد هجوم تاني. على طول شين وقف مستعد، باين انه متغير عن الاول. استرجع كلام شانغ في ذهنه مره تانيه، ورمحه انطلق بشكل مستقيم مستهدف جدار قياس القوه الحجري. منبهر من النتيجه اللي شافها، فهجمه شين عدلت 235 كيلو. على طول شين انحنى وهو بيقول انه ممتلئ بالرغبه بتبجيل المعلم، وشانغ بيديله الحجر عشان ياكد هويته. مو باصص عليهم وشايف ان المعلم شانغ عظيم، ويتمنى لو ان كان بجله كمعلم. بعدها استغرب ان ازاي في معلم رماح عظيم في الاكاديميه وما سمعش عنه، وبادب سال شانغ عن اسمه، وما هو عرفه ان اسمه شانغ شوان. الاتنين حسوا ان الاسم مألوف جدا ليهم، ومو قال: بس ازاي مش اسوأ المعلمين القمامه في الاكاديميه برضه معروف باسم شانغ شوان. وشانغ قال: فعلا انا هو القمامه ده. وقتها الاتنين اتجمدوا في مكانهم، وتشين قال: بس انت عظيم جدا يا معلمي. واما كان لسه يساله عن السبب اللي خلاه يتعرف بالاسم ده، شانغ قطعه وقال ان الغيره ماليه العالم، ومتهيألي ده جاوب على كل حاجه. شانغ بيبقى عارف جواه ان لولا مكتبه المسار السماوي فكان زمانه اتقضى عليه من بدري. وبخصوص السمعه اللي كانت بتخص صاحب الجسم الاصلي ده، بالاضافه للصفر اللي حصل عليه في التقييم، كل ده بيبقى كتير
جدا عليه. وقتها تشين قال انا مستعد اصحح سمعه المعلم، وشانغ قال معلمك مش مهتم بترهات زي السمعه، وانت بس لو اتدربت في المستقبل بجد فده هيخليني راضي جدا. بعدها شانغ ودعه وعرفه انه يرجع للفصل بكره وما يتاخرش. اما مو فبيحسده على انه حصل على معلم عظيم زي ده، وبعدها فكر في ان ازاي في بنت على وجه الارض اتجرأت تجرح مشاعر تشين. هما مشوا من هنا وشانغ ارجح الحجر اللي معاه مبسوط انه حصل على 4 طلاب. مشي وهو بيقول انه رايح لمكتب الخدمات اللوجستيه عشان يطلب المزيد من الرموز. بعد ما شانغ وصل لمكتب الخدمات اللوجستيه دخل وهو بيقول انه فاكر انه حصل عليها من هنا. فجأة سمع حد بيتكلم عليه، وما بص لقى بياو مشرف اللوجستيات وقال له انت ما بتعرفش تقيد طلاب، يا ترى بقى ايه اللي جابك هنا؟ شانغ اللي كان ساكن الجسم ده الاول كان فقير مقارنه ببياو، وبياو كان بيفضل يتنمر عليه. ومن الطريقه اللي بياو كلم بيها شانغ الحالي استنتج ان بياو كان متعود يبعت 4 رموز بس لشانغ، وبعدها قال الرموز اللي معايا كلها خلصت وبطلب الحصول على المزيد. بياو ما كانش مصدق ان الرموز اللي مع شانغ خلصت فعلا. ضحك وهو بيستهزأ بيه قصاد ال3 التانيين وشايف اللي قاله اطرف نكته سمعها على الاطلاق. وشانغ لما شافه مش مصدق كده قال له ايه رايك لو نتراهن؟ وبياو بعد ما وصفه بالشبح المسكين ساله عن اللي ممكن يراهن عليه، وشانغ قال له ان عايز يراهن على وشه. عرفه ان الفايز هيدي التاني 3 قلمه قدام الناس كلها، وبياو بكل ثقه قبل الرهان. لكن بعدها بياو عرفه ان لو خسر فكل واحد فيهم هيديله 3 قلمه، وشانغ وافق على شروطه. بعدها على طول جابوا الكتاب اللي جواه معلومات المعلمين والطلاب، وال3 بداوا يفحصوا الكتاب عشان يشوفوا لو انه فعلا بيخدعهم. بعد ما قلبوا شويه وقفوا عند اسم المعلم شانغ، وبياو اتصدموا ما سمعهم بيقولوا ان فعلا 4 طلاب بيبجلوه كمعلم. على طول سحب منهم الكتاب وهو منفعل بيحاول يتاكد من اسماء الطلاب. اما بص على الطالبه الاولى يين ابتسم، وده لانه شاف انها مصابه اصلا في رجليها، لكن ملامحه كلها اتغيرت. اما بص على اسماء الطلاب التانيين تحديدا الطالبه رقم 67 في امتحان القبول، وده لانها طلعت ابنه عائله من اكبر 4 عائلات في المدينه. شاو محتله المركز السابع بامتحان الصف، ده غير انها ابنه حاكم مدينه اليشم الابيض، ده غير الطلاب التانيين واللي يعتبروا من افضل 100 طالب. بغضب شاور على شانغ وبيتهموا بانه اكيد استعمل الطرق المخادعه، مش مصدق ان طلاب مستواهم مش قليل وبيحترموا المعلم القمامه. وشانغ قال صدق او ما صدقش ففعلا الكلام اللي انت شايفه حقيقي، ودلوقتي جه وقت تكريم الرهان. وبياو قال بتقول تكريم الرهان، يا ترى هيحصل ايه لو ما عملناش ده؟ يعني ايه اللي انت ممكن تعمله؟ بتتصرف قدامنا بتعالي وكبر، الظاهر انك عايز تتعرض للضرب لحد ما تورم، وما تقوليش انك هتروح لمكتب الارشاد عشان تشتكي. مع انهم وجهوا تهديدات لشانغ الا انه كان واقف مبتسم بثقه، واكتفى ما سالهم لو انهم فعلا مش هيكرموا الرهان. واحد منهم ساله على اللي ممكن يخليهم يعملوا كده، انت مجرد قمامه ولسه عايز تدي السيد بتاعنا برضه على وشه. وبياو من وراه بيقول ما تموتوش اديله بس دروس بسيطه. على طول الشخص راح عشان يديله بالقلم. بياو شايف ان شانغ ممارس فنون قتاليه في المستوى الثالث لعالم الليتشي، اما اللي قدام منه فمقاتل في المستوى الرابع في عالم صقل الجسد. بياو متاكد ان شانغ بيبالغ في ثقته بنفسه. يين بتعرفنا ان تدريبات المقاتلين متقسمه ل9 مستويات. المستوى الاول هو تجميع الليتشي، والثاني الدانتيان، والثالث هو الليتشي الحقيقي، الرابع تصلب الجسد، والخامس قوه المرجل، بعدها فتح النقاط وورا منها على طول الاتصال العميق، والثامن هو المعلم العظيم. اما المستوى التاسع فمعروف بالاسمى. وكل ما المقاتل ارتفع في المستوى كل ما زادت صعوبه التدريب. وكل مستوى من المستويات دي بيتقسم ل4 مراحل، الاولى هي المبكره، والثانيه المرحله المتوسطه، والثالثه المتاخره، والرابعه مرحله الذروه. وبنظريين فالمعلم شانغ عنده بصيره مذهله، الا ان مع ذلك فهو في ذروه عالم الليتشي. اما الشخص اللي قدام منه المعروف بيوان فهو اعلى منه بمستوى كامل. ويا ترى ايه اللي ممكن شانغ يعمله بخصوص الموضوع ده؟ في اللحظه دي دم طار في الهواء ووقع على الارض قدام بياو. كان فاكر ان ده دم شانغ، لكن الاثنين اللي وراه قالوا له ان ده مش دم شانغ. بص وتفاجئ بياو واقع على الارض مش مصدق ان ده حصل فعلا، شايف ان في فرق مستوى ما بينهم ومش مستوعب ان شانغ فعلا كسب. وشانغ بيشاور لهم اصبعه وهو بيقول مين اللي بعده. بياو كان بيحسب ان اللي حصل ده صدفه وخلى الاثنين التانيين يهجموا عليه مع بعض. في اللحظه دي شانغ قفل عينيه، اتنقل لمكتبه المسار السماوي و3 كتب متوجهه ناحيته. بعد ما قعد فتره هناك والزمن كان متوقف هنا طبعا هجم بصباعه على الاول ووجه الهجوم تحت دراعه بالظبط. في ثانيه كان اتنقل ورا الثاني وخبطه بكف ايده في ظهره. بسرعه وصل لبياو واصابه هو كمان بهجوم. ال3 واقفين بيتألموا عاجزين عن الحركه، وشانغ بينفض ايده وهو بيقول انا ضغطت على نقاط ابواب الحياه في اجسادكم، وكل اللي هتعملوه هو انكم هتمددوا شويه. نقاط باب الحياه اللي شانغ وجه هجمات ليها موجوده في جسم كل ممارس للفنون القتاليه، وبتعتبر نقاط ضعف، فحتى طفل صغير يقدر يقتل ممارس للفنون القتاليه لو ضغط على النقاط دي. وشانغ بيقول اهم حاجه هنا هو ان مش كتير عارفين بخصوص النقاط دي، وانا حاصل على الموهبه المميزه مكتبه المسار السماوي. حاول بياو الوقوف متسائلا عن كيفية علم شانغ بنقاط أبواب الحياة في أجسادهم، وشانغ قال المكتبة طبعا. المكتبة مش بس عرفت تشوف العيوب في التقنيات، ده كمان قدرت تحدد مشاكل الممارسين نفسهم، ومعرفة نقاط ضعف شخص كافية جدا تخلي شانغ يخضعه بسهولة. ودلوقتي بعد ما راهنا كده لازم عليك تفي باتفاقية الرهان. وبياو قال بصفتك أقل معلم في التأهيل وإنك هجمت على معلمين غيرك كده، ده لوحده كافي يخلي الأكاديمية تلغي تأهيلك كمعلم. واحد تاني عام على عوم وقال فعلا أنت لازم تركع قدامنا وتخلينا نضربك لإما
ما هتطرد. والتالت ماسك ظهره وبيقول لو انت اتطردت من المنصب العام ومن غير اي حمايه تحميك كمعلم وقتها ما حدش هيجرؤ يقول اي حاجه لو قتلتك. وشانغ قال ما الخطب؟ لا تستطيعون القتال بالقوه فتهرعون جريا على القواعد. في هذه الحاله اسمحوا لي ان انوه عن بعض القواعد بدوري. المعلم بياو، لقد سرقت كنز السيد شين مينغ منذ نصف عام واستخدمته لارضاء امراه، وانت يا لين انتحرت طالبه قبل 3 سنوات جراء محاولتك التعدي عليها، وغالبا ما تحلم بروحها المظلومه قادمه لقتلك. والمعلم دوتشون، من اجل انتزاع ممتلكات اخيك الصالح قمت بتسميمه حتى مات على اثره. 3 صدموا من الحقائق اللي شانغ قالها، فان له ان يلم بكل تلك المعرفه جيدا. على طول كلهم انحنوا واعترفوا بخطأهم لشانغ، وبيتحايلوا عليه ما يبصش للمود السيء بتاعهم، وبيطلبوا منه انه يعفو عنهم. وشانغ بيعرفهم انه مش مهتم باللي عملوه، لكنه بينبه عليهم ان لو عادوا ده مره تانية فهو هيمحي مستقبلهم. وبياو بيقول له انه مش هيتجرأ يعملها تاني. فتح له الصندوق وبيعرفه انه يختار رموز جسم الهويه اللي عايزها، وانه في المستقبل يقدر يحصل على الكميه اللي عايزها. بعد ما شانغ انتهى من مكتب الخدمات اللوجستيه واخد الكميه اللي عايزها من الرموز، فكر قد ايه انه كان بيأمل من زمان ان يحصل على حياه رائعه زي دي. وهو بيفكر كده سمع شخص بيقول ان عايز يموت، والتاني بيطلب منه انه ما يسحبوش معاه. بنلاقي ان تاو بيقول انه عايز يموت، لكنه بيجر واحد من زمايله معاه، وزميله بيقاومه وهو بيقول له لو انت عايز تموت فسيبني، ماسك فيا كأن انا اللي منعك. وزميلهم التالت بيحاول يهدي الوضع، بيقول لتاو خلينا نتكلم في الموضوع، لو انت عايز تنط في البحيره فما ينفعش تسحب حد معاك. وقتها تاو بص له قال يبقى هخليك انت تروح الاول. في لحظه كان مسكه من رجله ومشي ناحيه البحيره وهو بيجره وعمال يقول له ما تسحبش انا مش عايز اعيش. والتاني بيصرخ بيقول من الواضح انك انت اللي بتسحبني. والتالت عمال يتحايل عليه عشان يسيب البنطلون. شانغ باصص عليهم ومش مصدق المهزله اللي شايفها، ولف الناحيه التانيه وهو بيقرر ان احسن له يستمر في تأييد الطلاب. فجاه سمع صوت من وراه بيقول انت اكيد معلم باللبس اللي انت لابسه ده. وما بص لقى تاو متشعبط في رجله، حاول ينده على الاثنين التانيين لكنهم جريوا وهم بيشكروه على التضحيه اللي عملها. رجع بص لتاو وقال له انه يسيبه، اما تاو فرافض يسيبه. عرفه ان هو رسب 10 مرات في اتخاذ معلم ليه، والنهارده هي اخر فرصه ليه لانها اخر يوم في التسجيل. بيطلب من شانغ وهو بيعيط ان يقبله كتلميذ. شانغ قرب منه وقال حتى لو عايزني اقبلك فانا لازم على الاقل اشوف شويه من مهاراتك، ودلوقتي هتسيبني ولا لا؟ تاو وافق ان يسيبه، وبعد ما جمع شويه حجاره وقف قدام شانغ وقال له ان يكون متفائل. وما لسه كان شانغ هيساله عن اللي هيعمله، اتفاجئ بتاو ماسك حجر وكسره على راسه، بعدها كسر واحد تاني على دراعه، واتنقل لكتفه وكسر واحد عليه، وبعدها كسر واحد تاني على رجله. شانغ على طول ما شافه كده حس بخيبه الامل، وجواه شايف ان ما بيأذيش غير نفسه. فجاه لقى نفسه بيروح ناحيه مكتبه المسار السماوي، وهناك استغرب ان التدريب الجسدي هو كمان يعتبر نوع من انواع فنون القتال. شانغ عرف ان تاو متدرب بشكل منفرد في المدينه الامبراطوريه، فهو مقاتل في المرحله المبكره من عالم تجميع الليتشي. واما راح لخانه العيوب لقى عنده 18 عيب، واول حاجه شافها ان تاو منشطش سلاله التنين وحيد القرن القديم، وتاني حاجه هي ان اساسه ضعيف وتقنياته في التدريب غير مستقره. فجاه حاجه شدته عن سلاله التنين وحيد القرن القديم. في نفس اليوم ده راح لمكتبه الاكاديميه، واقف هناك وشاكك لو انه يقدر يحل مشكله عدم تجميعه للتشي بنسبه كبيره. عمليه تجميع التشي بتحدث عن طريق تكثيف الطاقه الموجوده في جزيئات الهواء، وبعد تجميعها في الجسم بيتم ضغطها وتكثيفها على هيئه طاقه جسديه. وفي العاده العمليه دي بتاخد جهد ووقت طوال جدا، فاي ممارس للتشي لازم يلتزم بالتدريبات ليل ونهار لمده 3 سنوات، وده عشان يملي مراكز القوه في الجسم ويتقدم لمستويات اعلى. شانغ مش قادر يستوعب انه محتاج يمارس العمل الممل ده لسنوات طويله، وده عشان يبقى قوي قدام التلاميذ ويعلمهم اللي عايزينه. لكن للاسف فصله هيبدا بكره، ولو الطلاب عرفوا انه في مرحله تشكيل الطاقه الجسديه وانه اصلا لسه مش عارف يكثف الطاقه في جسمه فاكيد هيسيبوه ومش هيتخذوه معلم تاني ليهم. مع ان شانغ كان اتعرف على نقاط الضعف في التعويذات التسعه الهونج تيان، وده طبعا بمساعده مكتبه المسار السماوي، الا ان مع ذلك مشاكل كتيره جدا واجهته وما بيكونش في طريقه يعوض بيها عن حالات الضعف على الفور. شانغ بيتمنى ان يلاقي طريقه تخليه يمزج تقنيات التمرين مع بعض ويستعمل التمارين دي عشان تعوض نفسها بنفسها. قرب من المعلم مو حياه، والمعلم مو السيد حارس خزانه المكتبه قال له ان الليل داخل علينا، وساله عن اللي جاي يعمله متاخر كده. وشانغ عرفه انه جاي يخترق المستوى الثالث في التدريب، وانه مرتبك شويه عشان كده جه هنا عشان يخلصه من توتره. والمعلم مو قال له انت مجتهد جدا، الاكاديميه عايزه شباب زيك كتير. على العموم الكتب السريه للمرحله من المستوى الثالث موجوده في الصف الرابع من جناح الكتب، روح هناك وتصفحها زي ما انت عايز. وشانغ شكره وهو داخل. اما سيد مو فشايف ان شانغ مش موهوب كفايه واتمنى له نتيجه كويسه في التقييم التالي لتاهيل المعلمين. شانغ دخل جوه المكتبه ولقى كتب كتيره جدا، وشايف ان مكتبه اكاديميه هونج تيان كويسه جدا وجيده زي المكتبات الحديثه. بعدها شانغ لقى المكان اللي مو قال له عليه، وعلى طول سحب كتاب وبص فيه وهو بيشوف التقنيات اللي بيدور عليها. شانغ بعدها اتنقل لمكتبه المسار السماوي، ومستغرب ان في اكتر من 3000 غلط في كل كتاب هنا، وبسبب ده وصل لاستنتاج ان التعويذات التسعه الهونج تيان جيده، وده لان فيها ما يقارب ال1000 غلط بس، وبيبقى شايف انها اكيد مشهوره جدا. وهو باصص في الكتاب اللي معاه عمال يدور على طريقه صحيحه تخرجه من الاخطاء العديده. بعدها سؤال مهم طرق في عقله، والسؤال بما ان هو على وشك ان يتخرج فايه اللي يخليه يراجع الكتب كلها من اولها لاخرها، وبيشوف ان بس محتاج يراجع فصل التخرج. وهو بيبص ما شافش غير 10 اخطاء بس في الصفحه اللي في ايده. مكتبه المسار السماوي اكتفت بان شاورما
شاورت له بس على الاخطاء لكن ما قدمتلوش اي حلول. وشانغ بيشوف انه يقدر يجمع الكتب التانية ويتجاهل الاخطاء اللي فيها، ياخد الصح منهم ويجمعهم مع بعض، وانه بالطريقه دي هيقدر يحصل على طريقه التخرج الصحيحه. بص حواليه هو بيقرر ان يجمع تقنيات المستوى الرابع والمستوى الخامس كمان. شانغ قعد يقرا كتب كتير، قعد يقرا بسرعه جدا ويتنقل من كتاب للتاني، عمال يقلب الصفح بسرعه شديده والكتب عماله تتراكم حواليه، لدرجه ان المعلم مو ركز مع الصفح اللي عماله تتقلب بسرعه، وجواه قال ان شانغ غير محدد وغير صبور، وقال ما كنتش اعرف انه متباهي للدرجه دي. في اللحظه دي شانغ حط اخر كتاب في مكانه، خرج وهو بيكلم نفسه بانه سجل تقنيات مراحل المستوى الرابع والخامس، وان كل اللي عليه دلوقتي يعمله هو ان يرجع لمكانه ويلخصهم. وقتها لان المعلم مو كان مستغرب جدا من اللي شانغ بيعمله، ساله لو ان حل المشكله بتاعه بالسرعه الكبيره دي، وان ليه ما عملوش نسخه احتياطيه من اللي عرفه. وشانغ قال له دي مش مشكله كبيره جدا وانا مش محتاج لاي نسخه. مشي هو بيشكر المعلم مو بيودعه، اما مو فمستغرب انه ما عملش اي نسخه فعلا، واستغرب اكتر من كلام شانغ لما قال ان دي مش مشكله كبيره. حتى حكم على شانغ بانه شخص عبثي جدا، وبيبقى شايف ان لازم يقول للمدير عشان يصحح السلوك السيء للمعلمين. بعد ما الليل دخل وعند مقر شانغ شوان، بنلاقيه قاعد جوه بيفكر في نسخ الاجزاء الصحيحه، وبيقول حتى لو اقدر اعمل ده من كل الكتب بمساعده مكتبه المسار السماوي، فبالشكل ده امتى اخلص من نسخ الاف الكتب؟ فجاه دروخ مره تانية ولقى نفسه اتنقل مكتبه المسار السماوي، ومستغرب عن السبب اللي خلاه يجي هنا مره تانية. اما بص قدامه لقى كتب كتيره جدا طايره وجايه ناحيته، وهو باصص عليهم كده وهم طايرين اكتشفوا انهم نفس الكتب المسجله في المكتبه. بعدها لقاهم كلهم بيتجمعوا لنقطه واحده، واختفوا جوه النقطه اللي شعت بضوء عالي جدا. وفجاه من الضوء ده ظهر كتاب واحد. الكتاب قرب من شانغ وبيفكر لو ان ده هو دمج الاف الكتب مع بعض، كتب كلها بتتعلق بالاجزاء الصحيحه. شانغ عمال يقلب في الصفح واستنتج ان الكتاب ده مش بينتمي لاي مكتبه سريه، ومستغرب من طرق التدريب المتسجله فهو ما سمعش بيها قبل كده. اما رجع بص على غلاف الكتاب استغرب اكتر اما لقى ملوش اي عنوان، وتساءل لو ان هو اللي هيديله اسم، وقال بما ان الملخص الصحيح للكتب السريه المختاره بواسطه مكتبه المسار السماوي فانا هسميه تقنيه المسار السماوي المقدس. فجاه لقى الاسم اتكتب بشكل تلقائي على الغلاف، على طول ما استناش كان قفل عيني وقعد في جلسه التامل. شرع في ممارسه التدريبات السريه اللي حصل عليها. كره من الطاقه اتشكلت عند مركز الدانتيان بتاعه، وفجاه جسمه شع بالهاله من كل ناحيه، فتح عينيه بشكل مفاجئ مش مصدق انه وصل لاختراق سريع جدا. بناء على اللي شانغ قاله فالناس بيستنزفوا سنوات عديده من التغذيه المستمره للوصول لمرحله التغذيه الجسديه، ودلوقتي عمال يبص على جسمه متفاجئ انه حقق الاختراق في نص ليله بس، فهو وصل من مرحله المستوى الثالث لذروه مرحله تعزيز الطاقه من المستوى الخامس. شانغ مستغرب من الطاقه اللي عماله تشع من جسمه، وبيسال لو انها الطاقه المتقدمه من المستويات الثلاثه، لكن بعدها بيفتكر حاجه انه سمع ان طاقه التمارين المتقدمه بتتطلب على الاقل تقنيات التمارين المقدسه او السماويه. وقتها بيفترض ان ممكن السبب هو مكتبه المسار السماوي. بعدها شانغ بيزقطط من الفرحه، وده لانه بيشوف ان دلوقتي يقدر يكتب كتاب عن تقنيات التمارين المقدسه او السماويه، وده طبعا بمساعده مكتبه المسار السماوي. شانغ بيعرف ان في 3 مستويات من الطاقه: السفليه والمتوسطه والمتقدمه، وكل ما زادت جوده الطاقه كل ما زادت سرعه التدريب في المستقبل. وتقنيات التمارين بتنقسم ل5 مستويات: المقدس والسماوي والفاني والشبحي والروحي. وشانغ بيستنتج ان اللي في ايده دلوقتي هي الطاقه المتقدمه، فالتمرين اللي لسه مطبقه دلوقتي مش بس قوى بنيته العضليه، ده كمان رفع من جوده الطاقه بتاعته. بيبص لبره وهو بيفكر في انه ممكن يجرب يفحص الطاقه بتاعته. على طول وقف قدام جدار قياس القوه الحجري، وبكل عزم قال لنرى ما مدى قوه اول ضربه لي بعد الاختراق. استعد عشان يسدد هجمته، وفي ثانيه اصاب الجدار. بعد ما الطاقه اللي كانت متشكله في ايده تلاشت اكتشف انه اصاب الجدار بقوه تعادل 8 كالوردن. الكالوردن هو وحده قياس قديمه، وكل كالوردن بيعادل 100 كيلو جرام. شانغ مش مصدق انه وجه هجوم يعادل 800 كيلو جرام، وشايف ان القوه دي تعادل قوه خبير فتح 4 مناطق للوغز. شانغ ادرك انه بقى قوي جدا فعلا، وبيحكم على قبضته وبيقول ان لازم وصوله لذروه المستوى الخامس في نص ليله يبقى سر مخفي عن الجميع. في اللحظه دي سمع صوت قريب منه، واستنتج ان الصوت اللي سمعه صوت شخص في المكان. اما قرب جنب الحيطه عشان يشوف مين، لقى شخص في الناحيه الثانيه من الجدار بيتسحب، والشخص بيتسحب وهو بيقول انه عاوز يأدب شانغ عشان اتجرأ واستغل السيده الشابه. وشانغ ما عرف انه جاي هنا عشان يأذيه في نص الليل، فكر في انه لازم يخلع الزي بتاعه عشان ما يتعرفش على هويته. في اللحظه دي الراجل سمع صوت شانغ، وشانغ اخد باله انه لاحظ وجوده، غطى وشه بسرعه وطلع له عشان يخدعه. قال له ان هنا عشان يقتل شانغ شوان، والراجل قال له يبقى انت روح واقتله وانا هنا هأمن الطريق. وقتها شانغ سأله لو انه كمان عايز يقتله، والراجل قال له انه مش عايز يقتله وانه بس عايز يلقينه درس. عرفه ان جه هنا عشان يقطع جزء من جسمه، وده عشان ما يتجرأش يقرب من البنت الشابه مره تانية. وشانغ امتن جدا انه ما راحش نام من شويه، والا العواقب كانت هتبقى وخيمه جدا. الراجل بعدها طلب من شانغ انه يروح هو الاول، لكن شانغ رد عليه انه هيروح بعديه. شانغ عرفه ان هو لو راح له الاول فهو كده هيموته، وان كده مش هيكون في نفع لو قطع جزء منه، فايه الفايده من تشويه شخص ميت. والراجل بعد شويه تفكير اقتنع بكلام شانغ، وعرفه ان هما الاثنين هيروحوا مع بعض، مع ان شانغ كان طلب منه ان هو يروح قبليه، الا انه اتفاجئ اما قال له انه يروحوا سوا. وهنا استنتج ان الراجل ده حذر جدا. الراجل اندفع بخفه، وشانغ لحقه بسرعه جدا، والراجل بنظرات بسيطه على شانغ استنتج انه في ذروه المستوى الخامس. وقتها طلب من شانغ ان يرفع من طاقته ويخفف من جسمه،
وده عشان شانغ المفروض نايم ما يسمعهمش، لكن شانغ لقى نفسه بيروح لمكتبه المسار السماوي، وده لان الراجل اللي قدامه استعمل مهاره. اما شانغ بص على كتاب يوهان حس انه كان سمع الاسم ده قبل كده، وما عداش كتير لحد ما افتكر ان يوهان هو كبير خدم قصر مدينه بايو. عرف انه فنان قتالي في بدايه المستوى السادس من مرحله الوغز، وانه فتح 8 مناطق وغز. 8 مناطق وغز يعادلوا 12 كالودرين، ومع ان القوه دي تعادل ضعف قوه شانغ الا انه كان متضايق جدا وعايز يلقنه درس، ولانه عارف انه مش هيقدر يواجهه وجها لوجه بدا يبص على نقاط الضعف وعرف ان عنده 16 منهم. في اللحظه دي كان رجع للعالم الحقيقي، ويوهان كان سمع صوت ضحكه خرجت منه وساله لو ان في حاجه. في لحظتها شانغ شاور له فوق وقال له ان في حاجه في السماء. يوهان باصص لفوق وشانغ بيسحب وراه بسرعه، سدد له ركله في ظهره، خرج دم من بقه والهجوم حدفه لمسافه بعيده. يوهان على الارض بيحاول يستوعب اللي حصل، واللي حصل ان الركله اللي شانغ سددها اصابت بوابه الحياه في جسمه، وده اللي خلاه يقدر يهزمه مع انه اقوى منه. ويوهان ساله انت اتفقت معايا عشان نهزم شانغ، وشانغ اتعصب اكتر اما قال له كده، فقرب منه وهو بيقول له ها وعايز تعمل ايه كمان. بعد ما شانغ نزل ضرب في كبير الخدم ياو بص له وهو بيفكر ان لازم ما يخلوهوش يشك فيه، ووقتها جه على باله واحد من الاربعه اللي ضربهم. بص لياو وقال له ان شانغ كان ضايقني النهارده، وبما انك كنت عايز تلقنه درس لكن ده ما ينفعش تعمله عن طريق ان تشوهه. وقتها شانغ ذكر له اول حرفين من اسم بنت، وعمل نفسه بيتجنب يقول اسم البنت كله عشان ما يعرفهاش، وكمل قال انه مش عايز يخليها تعرف ان هو اللي شوه شانغ، وده لان البنت عارفه الاتنين اللي بيحبوها، فلو واحد منهم اتاذى هتعرف ان التاني هو اللي اذاه. بكده شانغ وصل المعلومات اللي عايز يقولها لياو، وبعدها بص له وقال له يخرج من هنا. ياو مشي وهو بيفكر في شانغ المقنع، عارف ان هو وشانغ بيحبوا بنت، ومع معلومه ان كانت عارك مع الصبح وان اول حرفين من البنت اللي بيحبوها بيه، فكده قرر هيعرف مين الشخص ده وهيروح ويعلمه درس. شانغ ادرك ان لو ما كانش اتدرب النهارده فكان زمان الحال ساء جدا، وادرك برضه ان القوه هي اهم حاجه في العالم ده. اليوم اللي بعده الصبح عند مقر شانغ واقف قصاد الاربع طلاب وسالهم عن سبب عدم حضور تشاو، وتاو رد عليه وقال له انها هتيجي متاخر. بعدها شانغ عرفهم ان هيبداوا دلوقتي، وان تعليمه كمعلم مختلف عن المعلمين التانيين. عرفهم ان كل طالب منهم هيتعامل معاه بشكل مختلف عن الطالب التاني، وده لان مواهبهم مختلفه. عرفهم انه هيروح للغرفه الرئيسيه وهينادي عليهم واحد ورا التاني. في اللحظه دي سمعته بينادي عليها، مش هو بيقول بما انك اول طالبه تنضمي فانا هبدا بيكي. ين كانت عرفت شويه معلومات اما روحت اليوم اللي قبله لبيتها، فهي حصلت على معلومات ان المعلم شانغ مجرد غشاش بلا قوه، ووصلت لقرار انها هتسيبه قريب. شانغ واقف قصادها رافع ايده طالب منها تسدد له لكمه، وهي لانها كانت متردده تسدد لكمه للمعلم هو اكد عليها ان ده عادي جدا وطلب منها تبدا. وفي اللحظه اللي استعدت فيها للهجوم عليه على طول لقى نفسه اتنقل لمكتبه المسار السماوي. هي وجهت له لكمه وهو خلاص كان عارف كل نقاط ضعفها. وقتها كانت عايزه تقول له انها تنسحب لكنه قطع كلامها قبل ما تكمل، قال لها ان اصابه رجليها من سنتين، وين استغربت جدا انه عرف وقت اصابتها بالظبط. وبعدها شانغ بدا يشرح لها حالتها، قال لها ان في 3 محاور قوه ومعروفه بنقاط الوغز، ال3 متوزعين على الرجل وبيمثلوا القوه والسرعه والرشاقه، وانت المحاور اللي تتحكم في قوتك اتقفلت بسبب الحادث، وده نتج عنه تدفق دمك للاتجاه المعاكس، وعشان كده بتحس ان القوه اللي في رجليكي معدومه. ين انبهرت من دقه المعلومات اللي شانغ بيمتلكها، وافتكرت ان المعلم يوان يو قال لها كلام مشابه، لكنه قال برضه انه مش هيعرف يعالجها وانها محتاجه معلم بطاقه متقدمه. وقتها سالت شانغ لو انه هيقدر يعالجها، وهو قال لها طبعا دي مساله صغيره. ين اتصدمت من الثقه اللي عنده، فهي قبل اللحظه دي كانت فاكره ان اصابتها هتلزمها طول حياتها. شانغ مسك عده الوغز بالابر وهو بيقول لها السبب اللي خلاني اطلب منك تجيلي الغرفه هنا لوحدك هو لاني هحل لك مشكلتك، ودلوقتي اقعدي ورخي جسمك على الاخر. قعدت واستغربت من كميه الثقه اللي مدياها لشانغ. على طول شانغ كان حدف عليها واحده من الابر المشبعه بالطاقه، وهي اتفاجئت اما استهدف رجليها بابره لانها عارفه ان الشخص اللي بيستعمل الابر لازم على الاقل يكون في المرحله الخامسه. بص على شانغ مستغربه ان ده هو المعلم نفسه المعروف بالقمامه. في اللحظه دي ابر تانية طارت في الهواء وكلهم غرزوا في رجليها، وشانغ بعدها نقل طاقته للابر. في البدايه ين اتألمت من الابر اللي في رجليها، لكن بعدها استشعرت نوعيه الطاقه اللي اتخللت جسمها. وصفت احساس الطاقه بانه نقي، وتوقعت ان اكيد دي الطاقه المعروفه بالطاقه المتقدمه، واستغربت لانها ما كانتش سمعت عن اي شخص في مملكه تيان شوان بيمتلك الطاقه المتقدمه دي. وقتها شانغ سحب اخر ابره من رجليها، وهي من زمان ما حسيتش بخفه رجليها زي كده، مش مصدقه انها فعلا اتعالجت. ما كانتش متوقعه ان اليوم ده هيجي ابدا. على طول نزلت على ركبها وهي بتشكر المعلم شانغ، وهو رجع الابر وهو بيقول لها بما ان رجليك اتعالجت دلوقتي فتقدري ترجعي وتتمرني. في نفس الوقت ده يانغ كان بيقول لبقيه الطلاب ان هينسحب، وسالهم لو ان حد منهم هينضم ليه. تاو رد عليه وقال له انه عايز ينسحب لكن خايف لحسن المعلم شانغ يغضب ويلقنه درس. ويانغ قال وفيها ايه، اي حاجه هتبقى احسن من انك تقع في انحراف ليتشي، ولو انتوا مش مصدقين انه فعلا معلم مش بالكفاءه اللازمه فاستنوا بس لحد ما ين تخرج، وقتها هتشوفوا قد ايه بقت متضرره جدا من تعليماته. وقتها سمعوا صوت باب بيتفتح، وما بصوا لقوا شانغ وجنب ين مبتسمه، ويانغ اتفاجئ اما شافها، فمن ملامحها باين انها فرحانه. وتاو قال قلت لي انها هتبقى مفزوعه مش كده. واثناء ما يانغ بيفكر في اللي حصل جوه معاها في نفس الوقت ده تشاو حضرت هي وياو وبتتاسف للمعلم شانغ على التاخير. وشانغ قال لها مين الراجل اللي جنبك المشوه ده؟ تشاو اتفاجئت اما وصفه بالمشوه، وياو اتعصب جدا من كلامه وعرفه ان هو كبير الخدم في مدينه بايو. قال له ان هو هيقعد النهارده في الفصل بتاعه، وده عشان يشوف
اشوف ازاي بيعلم بقيه الطلاب. وشانغ بطريقه مستفزه قال له انا بحتاج ان الفصل بتاعي يبقى هادي جدا ومش مرحب ابدا بالاشخاص عديمي الفايده. ياو اتضايق على الاخر لانه قلل منه. وفي الوقت ده شانغ قال لتشاو انه مش هيقدر يقبل حضورها هنا مع حضور ياو. على طول تشاو زقت ياو لبره قايله له ان عليها فصل ولازم تحضره. وهو بعد ما لقى الباب اتقفل في وشه صرخ بصوت عالي وهو بيقول احسن لك ما تخلينيش اعرف نقاط ضعفك يا شانغ شوان. في الناحيه الثانيه من الباب شانغ نده على يانغ وقال له انه دورك جه. وشانغ وقف هو عنده فضول ان يعرف النصيحه اللي هيديها له، ولو لقى النصيحه دي مش كويسه فهينسحب بشكل فوري. دخل الغرفه معاه وبيساله لو ان عايزه يعرض التقنيه بتاعته، لكن لقى شانغ بيقول له لا. بعدها شانغ قال له انك توصل للمرحله الابتدائيه لقبضه الزهره الصاعده بالاضافه لاتقانك قبضه التنين وانت صغير كده، دي حاجه كويسه جدا. يانغ اتصدم من حاجه وسال شانغ ان ازاي عرف ان بيتدرب على قبضه التنين. يانغ كان اخفى حقيقه انه بيتدرب على قبضه التنين عن عيلته حتى، وده عشان يبقى اقوى بشكل سري. وشانغ قال انا عرفت ده اما انت عرضت قبضه الزهره الصاعده امبارح، فانا شفت انعكاسات قبضه التنين فيها. وهنا يانغ اتصدم مره تانية، فحتى المعلم كاوش يونغ ما لاحظش ده. شانغ عرفه ان اتقن قبضه التنين وقال له ان في حاجه بتحصل كل ما بتمارسها، وهي انك بتحس بالم تحت دراعك واحساس بالحك عند نقطه وغز جيان. وقتها يانغ ما قدرش يستحمل وساله ازاي عرفت كل ده. قبضه التنين بتعزز القوه في كل جزء من جسم المتدرب، واللي بيخلي جسم الممارس كجسم التنين. ولو المتدرب وصل لمرحله التغذيه الجسديه فطاقته هتغذي عضلاته ومش هيواجه اي صعوبه في التدريب. وبما انك يا يانغ في مرحله تجميع النفس وباين الضعف على جسمك جدا، الا انك برضه عمال تجبر جسمك بالاستمرار في التمرين على الفن القتالي ده. وتوتر ما سمعه قال خليك عارف ان جرحك هيسوء مع الوقت. لو انت استمريت في التدريب فعضلات دراعاتك هتتدمر بالكامل، وصدقني بعدها محدش هيقدر يساعدك. مش ساعات كده بتحس بصلابه مبالغ فيها في جسمك وحتى تشنجات اثناء نومك؟ اجابه يانغ كانت بانه نزل على ركبه وبكل رجاء طلب المساعده من المعلم شانغ. على طول شانغ قرب منه وهو بيطمنه وعرفه ان اول حاجه لازم يعملها هي ان يوقف تمارين قبضه التنين، واما المشاكل التانيه فقال له ان هيلاقي له حل ليها. يانغ ادرك ان قراره بالانسحاب من تحت ايد المعلم شانغ كان هيبقى اسوأ قرار اتخذه حتى الان، واستغرب من انه كان منزعج من كون شانغ معلم ليه. عارف قد ايه هو محظوظ، شايف المعلم شانغ خبير وافضل من العديد من المعلمين. يانغ خرج وتاو كان مستنيه وعلى طول ساله لو هينسحب من الدروس، وهو بكل استعجاب بص لهم وهو بيقول انا انسحب؟ إيه اللي بتتكلموا عليه؟ ازاي ما بتفكروش غير في الانسحاب؟ لا ومش خجلانين من نفسكم. بعدها شانغ كان نده على الطالبه تشاو وقال لها ان هي مش مريضه وان جسمها بيمتلك طاقه نقيه بتتمناها كتير من الفتيات. عرفها ان لو وجهت طاقتها دي بالطريقه الصحيحه فمهاراتها هترتفع بسرعه جدا. وبعدها قال من المؤسف ان محدش لاحظ ده، فحتى انت اخترت تقنيه بايباو للتدرب عليها، والتقنيه دي بتحتاج جسم بطاقه عاديه. اما لو جسم بطاقه نقيه زي اللي عندك فممارسه التقنيه دي مش هتتسبب الا في اضعاف حالتك. الحل الوحيد هو انك تلاقي تقنيه قادره تطلق العنان لامكانيات جسمك. وهي سالته عن نوع التقنيه اللي مناسبه مع طاقه جسمها. ردت شانغ هو انه هيروح للمكتبه بكره وهناك هيدور على التقنيه المناسبه معاها. بعدها تشاو شجره المعلم شانغ بادب، وبعد ما خلص معاها واتنقل لتاو كان خلص معاه هو كمان، عيط وهو بيشكر المعلم شانغ لان اداله تقنيه. تاو ما اكتفاش بده، جري عليه وحضنه وهو بيقول له انك لطيف جدا معايا. وشانغ وهو بيتعسر كده بيفكر انه ادى تاو نسخه معدله من المستوى الاول من التعويذات التسعه الهونج. فكر في ان التعويذات ما كانتش معدله بشكل كبير، لكن مع ذلك كانت اكثر كفاءه من النسخه الاصليه. اما بالنسبه للطالب تشين فقوته كانت ارتفعت جدا بعد النصايح اللي شانغ اداها له. بعدها شانغ بص للطلاب كلهم وعرفهم ان مشكلاتهم شبه اتحلت، واكد عليهم ان يجتهدوا في تدريباتهم. فجاه حد خبط الباب برجله وتشين ويانغ بالاضافه لين وتشاو وتاو كلهم بصوا عشان يشوفوا سبب الخبطه. يين اتفاجئت لانها عرفت الشخص اللي على الباب، فالشخص هو اخوها وانغ متدرب في المستوى الرابع في مرحله تغذيه الجسم. وقتها كلم المعلم شانغ بنبره غضب، كلمه على ان ازاي اتجرأ وخدع اللي حواليه، وفوق كل ده استغل اخته الصغيره، عرفه انه في مأزق صعب يخرج منه واداله 10 ثواني يخرج فيهم اخته يين والانسه تشاو. كل اللي شانغ عمله هو ان قال له عندي حصه وانت لازم تطلع بره، ووانغ قال عندك حصه وانت في مستواك ده؟ ويا ترى بقى ايه اللي بتعلمه؟ على العموم ما وصفتك ان معلم، كنت بس قلت لك كده عشان اكلمك بطريقه مهذبه، لكن اوعى تصدق حاجه من اللي قلتها. في لحظتها شانغ نشط الهاله بتاعته ووانغ اتجمد مكانه. اول مره يلاقي معلم بيمتلك هاله بالقوه دي كلها، ومش مستوعب ان الهاله دي عند معلم عديم الفايده في المستوى الثالث، مع انه كان خايف جدا الا انه ما اتجرأش ما يسحبش سيفه. هو شايف ان لو خاف كده قدام كل الطلاب فهو مش هيعرف يحافظ على مكانته قدام اي حد تاني. على طول اندفع بسرعه جدا، عدى من جنب يين نازل على شانغ بسيفه، والمعلم شانغ بكل هدوء قدر يصد هجومه بصباعين. وقتها وانغ حس انه بيتعامل مع شخص مش عارفه، ماسك سيفه وبيترعش، فهو شايف ان حتى الاسياد في مرحله افتتاح نقاط الوغز مستحيل عليهم يصدوا هجمه بالطريقه دي. وانغ شاف ان شانغ مجرد محظوظ ونشط قوته عشان يهجم مره تانيه، والمصيبه ان اتفاجئ انه مش عارف يسحب سيفه اصلا، وانهك جدا وهو بيحاول يسحب سيفه لدرجه ان دم خرج من بقه. في اللحظه دي شانغ حرك ايده الناحيه التانيه ووانغ اتحرك مع حركه ايده، ويتفاجئ انه بيترمي لبعيد. في نفس التوقيت ده بره على الباب يوهان بيفكر لو ان الصوت اللي جوه ده هو صوت وانغ وهو بيلقن في درس لشانغ، وبعدها حاول يبص عشان يتاكد من اللي حصل له، لكن اتفاجئ من اللي شايفه، فطلع ان وانغ كان طاير في الهواء وخبطوا مع الباب، والاتنين مع الباب اترموا لمسافه بعيده. يوهان متفعص ووانغ دايخ مش واعي بالدنيا من حواليه. اما شانغ فنفض ايده وقال لبقيه الطلاب ان نكمل. شين ويانغ كانوا مصدومين جدا من اللي لسه حاصل، مش مصدقين ان هجوم تام لمقاتل
في المستوى الرابع اتصد بصباعين من المعلم، والطلاب كلهم مستعجبين انه اترمى بالسهوله دي. وقتها كلهم اتشاركوا نفس الفكره، فتشانغ المعلم الاضعف في الاكاديميه اتضح انه طول الوقت ده كان خايف قوته. ياو قام من تحت الباب المكسور وسال وانغ على اللي عمله مع المعلم شانغ، ووانغ حاول يتهرب من الموضوع وهو بيقول انه كان اكتسب تقنيه قتاليه جديده من فتره قريبه، وانما حاول يجربها دلوقتي قوتها اتعكست ضده. بعدها يوان ساله لو ان قدر يكشف حقيقه شانغ، ووانغ قال انا كنت فعلا على وشك اني اكتشف ده، لكني افتكرت قاعده الاكاديميه اللي بتقول ما ينفعش حد يقاطع معلم هو في نص تعليمه، وعشان كده ايه رايك لو نستنى شويه. بعدها ياو قال له ان عايز يساله عن حاجه، ووانغ قال اسال طالما مش هيكون السؤال عن اللي حصل دلوقتي. ساله لو ان في معلمه في الاكاديميه اسمها بيبدا ببي، وساله برضه لو ان في شخص معجب بيها. ووانغ بعد ما فكر شويه عرفه ان في معلمه فعلا اسمها شينبيرو، وان في 2 معجبين بيها، المعلم شانغ شوان والمعلم بين. على طول ياو حس انه قرب يوصل لطرف الخيط، وجواه قال لو بص اقدر اكتشف لو ان بين هو اللي حارب شانغ امبارح، وقتها مش هيكون في اي شك ان هو اللي ضربني. في نفس الوقت ده المعلم كاو راح للمعلم بين وطلب منه انه عايز خدمه من جده المسؤول عن مكتب شؤون الاكاديميه. وبين بعد ما عرف ان عايزه عشان شانغ خبط الترابيزه بايده وهو بيقول انت حتى مش محتاج جدي، انا اصلا من بدري عايز ادب شانغ شوان ده، لكن اللي منعني هو اني لو ضربته من غير سبب فاكيد ده هيسيب انطباع سيء عني تحديدا قدام المعلمه شينبيرو، لكن دلوقتي انا هستغل الوضع وهاجم عليه. هو بيقول لكاو يلا بينا نروح له حالا، هنطلب منه يرجع لك الطالب بتاعك، ولو رفض فاحنا هنوسعه ضرب. الاثنين مشوا لحد ما وصلوا لمقر شانغ شوان، وبينما لقى وانغ قدامه قال ايه اللي بتعمله هنا ومش بتتدرب عند جدي. وانغ بعد ما اتفاجئ ان بين جاله لحد هنا قال له ان شانغ تلاعب باخت الصغيره وتقريبا ارغمها على حضور دروسه، وانا جيت هنا عشان اساعدها. الكلام اللي قاله ضايق بين اكتر مما كان متضايق. بعدها وانغ كمل كلامه وقال على فكره مش شين لوحدها اللي اتخدعت، ده كمان يوهان كبير الخدم موجود هنا عشان يحمي تشاو اللي اتخدعت. على طول بين ما استناش وعرفهم ان كلهم هيدخلوا دلوقتي عشان يضربوه مع بعض. في الوقت ده شانغ مندمج في شرحه للطلاب، كلمهم على ان التعويذات ال9 الهونج تيان هي اشهر تقنيه اساسيه في الاكاديميه، ولكن مع ذلك فيها بعض المشاكل. فعلى سبيل المثال واثناء ما شانغ بيكمل لهم بقيه الشرح كده كلهم سرحانين مبهورين بكميه المعرفه اللي بيمتلكها، فحتى يانغ جواه قال ان باباه هيبقى جاهل مقارنه مع المعلم شانغ. بعدها شانغ اتفاجئ اما بص عليهم فهو لقى عيونهم بتلمع مبهورين جدا بيه شايفين المعلم الامثل. بعدها على طول باب اتفتح، واما شانغ بص عشان يشوف مين لقى ياو وبين وكاو ووانغ كلهم دخلوا له. وبين قال ما كنتش متوقع انك هتبقى وقح للغايه، فانت ما اكتفيتش بخداع تلميذ المعلم كاو، ده انت كمان خدعت الانسه تشاو والانسه يين. وقتها شانغ قال انا في الفصل دلوقتي وممكن نتكلم في ده بعدين. بين قال له هو مبتسم كفايه تمثيل، انا عايزك تخلي الطلاب ينسحبوا حالا والا هتقضي بقيه الفصل الدراسي ده على كرسي متحرك. شانغ بجديه ساله لو ان هيضربه وفكروا ان الاكاديميه بتمنع قتال المعلمين داخل المباني. وبين قال ممكن اقلق من عقاب الاكاديميه، لكن انت ما تفتكرش ان حد هيعوز يقف في صفك. وشانغ قال اوعى تكون جيت لي لهنا عشان اهنتك امبارح وانت بتحاول تعمل مشكله، وما تقوليش دلوقتي ان مش همك غضب المعلمه شينبيرو. وبين قال انا هنا عشان القنك درس ومش مهتم لو انت عرفتها. يوهان كبير الخدم وصل لطرف الخيط اللي كان بيدور عليه، فهو كده اتاكد ان شانغ كان في عراك مع بين امبارح، وعلى طول وجه لكمه لبين وهو متاكد ان هو اللي كان ضربه بالليل. بين اترمى لورا وهو بيساله عن اللي بيعمله وبيشوفه لو انه اخطا التصويب، وياو بغضب قال عامل لي نفسك مش عارف اللي عملته. بين حاول يبرأ نفسه، واما لقى ان ياو مش سامع له حذره ان لو ضربه مره تانية فهو هيخليه يدفع الثمن. لسوء حظ بين تهديده ما نفعش، وياو نزل في عجن في الارض. اما كاو ووانغ فباصين لبعض مش فاهمين اللي بيحصل، وشانغ العبقري خطته مشيت زي ما عايز بالظبط. بعدها وانغ حاول يكتف ياو بيهديه وهو بيقول له ان من الاحسن نناقش الامور، وياو شايط من الغضب شايف ان لسه محتاج يعجنه كمان مره. وبين الناحيه التانية بيقول حتى جدي ما ضربنيش زي كده. كاو ماسكه بيحاول يهديه، اما هو فعمال يهدد ياو ان هيموته. وقتها شخص قال كفايه لحد كده، وطلع شانغ اللي اتكلم عرفهم ان بغض النظر عن الطغائن اللي شايلينها بينهم وبين بعض فهو من الاحسن ليهم ان يحلوها بره الفصل الدراسي والا هيبلغ مكتب شؤون الطلاب. بين قلق جدا من كلام شانغ، فهو شايف ان شكله هيبقى محرج جدا لو بقيه المعلمين شافوه في الحاله دي، وبغضب شاور على شانغ وهو بيقول له وقتك لسه ما جاش. المعلم شانغ خلص تعليمه قبل الغروب، وتاو شايف ان الفصل النهارده كان هايج جدا. اما يانغ وتشين فاتكلموا على قد ايه قوه المعلم شانغ مذهله وانه سلب عقلهم. وفي الناحيه التانية تشاو سالت ياو عن اللي كان حاصل له اليوم ده، وهو تهته في الكلام وما عرفش يقول لها ايه. ين كانت اخر طالبه خرجت من عند المعلم، وبمجرد ما عدت العتبه بتاعه الفصل لقيت حد مسك ايديها وهو بيقول لها يلا بينا نرجع البيت. طلع وانغ اخوها اللي مسكها، وهي قالت له انها دلوقتي عايشه في الاكاديميه. ووانغ رد عليها مش انا اللي عايزك ترجعي، ده باباكي نفسه اللي طلب ده. وين استغربت مش عارفه اللي باباها عايزه منها. في نفس الوقت ده في الاكاديميه بنسمع شخص بيزعق بصوت عالي في الممر، وطلع بين اللي بيتكلم وكان قالوا انه اتضرب النهارده من غير اي سبب ومش شايف الا الخزي والاذلال، وجواه عايز ينتقم من كبير الخدم يوهان. وكاو اللي وراه قال له مش لوحده خد معاه شانغ شوان. وبين قال فعلا فانا اصلا ما اذيتش يوهان، وده لو بيدل على حاجه فهو بيدل على ان الاثنين شركاء مع بعض. رجع بص لكاو وساله لو انه متاكد ان الطالب يان ما اختارش المعلم شانغ بارادته الكامله، وكاو اكد له الكلام بكل ثقه. وبين قال بقى كده انت هتروح وتقدم طلب لمحاكمه التنوير الاراديه، عايزك تتاكد من رفع العقوبه للحد الاقصى، دي هتبقى افضل طريقه عشان نتخلص من شانغ شوان. بين كان خلص كلامه وكاو اتحمس جدا للفكره. في نفس الوقت ده في منزل عائله وانغ بنلاقي
بتلاقي نين قاعده على الارض قدام باباها، وباباها بنبره غضب بيكلمها على انها عندها الحريه لاختيار اي شخص كمعلم، ولكن ايه اللي خلاكي تختاري اسوأ معلم في الاكاديميه كمعلم؟ على طول قالت ان المعلم شاغ مش زي ما انتوا فاكرين، والحقيقه انه طلع شخص موهوب جدا. وقتها دك على اسنانه، لكن لانه مديها ظهرها فهي ما كانتش عارفه وفاكره انه صدق كلامها، وده لحد ما لفلها بغضب وهو بيقول ان المعلم شاغ عديم الفايده، وانه قبل كده خلى طالبه تقع في انحراف الليتشي. انا بشك اصلا في تاهيله انه يكون معلم، زي ما قلت لك من حقك تختاري معلمك بحريه، وعشان كده مش هتدخل في ارادتك، لكني بشده بحذرك منه. بعدها لقيت 4 جم وراها، وواحد منهم قال لها ان تسمع لنصيحه باباها وان ما تقعش في خدع المعلم شان، والتاني قال هيبقى احسن جدا لو اتعلمتي من وان غيان واللي معلمه لوشون. فزي ما انت شايفه هو اخد درس واحد النهارده، لكن قوته ازدادت بنسبه 40%. وقتها قالت لهم ان المعلم شان قدر يرفع قوتها بنسبه 100%، وحتى انه عالج رجليها. الراجل المسن اندهش من كلامها وقال ان حتى اشهر المعلمين اللي هنا ما قدروش يعالجوا رجليكي، وانت عايزه تقولي لي ان عديم النفع ده عالجك؟ سمعتهم بيضحكوا بصوت عالي وهم بيتكلموا عن استحاله حدوث ده، فولا قوتها ارتفعت 100% ولا حتى رجليها اتعالجت. وواحد منهم قال الاحسن انك تقولي حاجات تصدق، انا ما حضرتش دروسه قبل كده لكني متاكد انه ما يقدرش يعالج رجليكي. كانت ماسكه نفسها بالعافيه، لكن ده ما طولش لانها انفجرت. عرفتهم انهم ما حضروش اي درس للمعلم شان، وبغضب قالت لهم ازاي قدرتوا تنتقدوه وانا مش هنسحب ابدا من دروسه. كلهم اتفاجئوا من رد فعلها، وبعدها ضحكوا بصوت عالي جدا على الطريقه اللي انفعلت بيها. اما باباها فتعصب من كلماتها، ووقتها امرها فعلا بالانسحاب فورا، والا ما تفكرش تحط رجليها تاني في البيت ده. وقتها خرجت بره، وهو جوه بصوت عالي بيقول لها لو مشيتي ما ترجعيش تاني. عصر قبضتها وراح الحجر قياس الطاقه، بتسدد لكمه وهي بتفكر انها ترغمهم يصدقوها. هجمتها اصابت الجدار، لكن قوتها لسه ما كانتش مكشوفه، وبعدها وجهت ركله عشان تثبت لهم قد ايه رجليها سليمه. واما ركلتها اصابت الحجر على طول اتفاجئوا من النتيجه اللي شافوها. اتكلموا على ان قوتها قريب كانت 53، ودلوقتي لكمتها وصلت 120. واتفاجئوا اكتر لما عرفوا ان ركلتها وصلت ل 205. وهي قالت بصوا كويس لو مش شايفين، انا حققت التقدم ده تحت اشراف المعلم شان غشوان. في اللحظه دي باباها ادرك ان رجليها بقت سليمه فعلا، وسالها على طول عن محتوى الدروس اللي بيقدمها المعلم شان. قالت لهم انها مش فاكره الا قليل بس، وده لان محتوى دروسه كانت عميقه جدا. وبعد ما عدى شويه لحظات شرحت فيها حبه من دروس المعلم شان، باباها اتفاجئ من كميه المعلومات اللي قالتها، منبهر جدا من طريقه تجميع التنفس ومهاره التغذيه اللي حكتها. ما كانش متخيل ان النظريه زي دي هتكون موجوده اصلا. وكل المعلمين كبار السن اللي هناك استفادوا جدا من اللي قالته، لدرجه ان واحد منهم كان شايف ان لو اخذ الدروس دي في الماضي كان زمانه لا يقهر دلوقتي. في اللحظه دي بنلاقي الحال اتبدل بشكل غير متوقع، فباباها بعد ما كان مصر على انسحابها بكل حزم دلوقتي بيقول لها ان ما تنسحبش ابدا، لدرجه انه قال ان هو نفسه عايز يبقى تلميذه. وحتى المعلمين التانيين قالوا نفس الكلام، كلهم طلبوا منها ان تسال المعلم شان لو ان مسموح ليهم يبقوا تلاميذه. خجلانه مصدومه جدا من التحول المفاجئ. في نفس الوقت ده عند مكتبه الاكاديميه بنلاقي المعلم شان ماشي وهو بيفكر في ان قاعده تدريباته اتقدمت بشكل كبير، لكنه لسه مش فاهم الفنون القتاليه بشكل كبير. رايح ناحيه المكتبه وشايف ان لازم يبص بص على الكتب اللي هناك، والا مش هيعرف يعلم الطلاب بطريقه مناسبه. انحنى وهو بيحيي المعلم مو، ومو ساله عن اللي جاي يعمله المره دي. اما شان عرفه انه جاي عشان يقرا شويه في كتب الفنون القتاليه، اتفاجئ برفض مو للطلب بتاعه. في نفس التوقيت ده المعلمه شينبيرو جت وقالت انها هتبص على شويه كتب، وبعد ما المعلم مو وافق بكل سهوله على طلبها هي شكرته وهي داخله. بعدها وقفت اما لقت ان شان بيكلم مو يقول له ان اللي حصل دلوقتي مش عدل، فانا كمان هنا عشان اقرا في الكتب، ازاي مسموح لها بالقراءه وانا لا؟ مو عرفه ان شينبيرو جايه للدراسه، وشان باستعجاب قال له ان هو كمان جاي لنفس السبب. في نفس اللحظه اللي شان قال فيها كده بيرو بص عليه متفاجئه ان ازاي ما لاحظش وجودها، وفاكره انه كان معجب بيها. وللاسف هي ما تعرفش ان شان اللي قدامها ده غير شان القديم. وقتها قالت للمعلم مو ان شان هو كمان جاي هنا عشان يدرس، ولو اتمنع من الدخول بالطريقه دي فالموقف ده هيسيب انطباع سيء عند المعلمين التانيين. ومو قال بس عشان المعلمه بيرو توسطت لك للدخول فانا هسمح لك انك تدخل، لكن لو لقيتك بتتجول كده وما بتعملش حاجه فانا هعرضك للعقاب بشكل فوري. شان ما ردش عليه واكتفى بشكر بيرو، وبعدها سبقها بالدخول. وقتها بيرو اتفاجئ جدا انه ما اغتنمش الفرصه عشان يتكلم معاها. شان باصص على الكتب وشايف انه ممكن ما يعرفش يخش المكتبه دي مره تانية. بص على ابعاد المكتبه واستنتج انها مش كبيره للدرجه، وبيوصل لقرار انه هيقرا كل الكتب النهارده، وده لانه مش هيرجع لها مره تانية. وبحزم قال انا هسكت وهبدا العمل. في الوقت ده بره المكتبه المعلم متضايق جدا لما سمع شان بيقلب الصفحات بسرعه جدا، وقام هو بيقول اهو بيعملها مره تانية، بيقلب في الصفح في المكتبه وعامل لي نفسه خبير. وقتها دخل له عشان يبص عليه، وشان كان عمال يتنقل من كتاب للتاني وبيقلب في الصفح بسرعه جدا. وقتها المعلم مقرب من الصف اللي هو فيه، واتفاجئ اما لقاه ماسك كتاب تدريبات وستيريا عمال يفكر في الكتاب اللي بيدور عليه بالظبط. بعدها لقاه عمال يتنقل لكتب تانية مختلفه، واتضايق لانه استنتج ان كده عمال يتباهى، وقرر انه هيأدبه اما يخرج. شان عمال يقلب في الصفح بسرعه جدا، وبيرو اتفاجئ جدا لما شافته، واستنتجت ان ده هو السبب اللي خلى المعلم مو ما يخلوش يدخل. بعدها فكرت في حاجه تانية، وهي ان ممكن شان عرف انها جايه النهارده للمكتبه، وانه بيحاول يجذب انتباهها بحركاته دي. قربت ناحيته وهي بتقول ان مش هتسمح بالفوضى دي في المكتبه. اما بيرو سالته عن اللي بيعمله، هو كمل تأليف في الصفح وهو بيقول لها انه بيقرا، وهي بكل جراءه قالت ما تفتكرش ان افعالك دي رائعه، امشي من المكتبه دلوقتي، الحركات اللي زي دي ما بتنفعش
ينفعش معايا. بعدها قالت له ان حركاته دي مبالغ فيها جدا، وهو بعد ما قلب في الصفحه شويه سمعته بيقول ان فهم، لكن اتفاجئت بيه بيكمل تاليف في كتب تانية هناك. بصوت عالي سالته لو انه سمعها، وبتعرفه ان تصرفاته دي بتنفرها اكتر منه. رد شانغ كان غير متوقع بالنسبه لها، فهو بصوت عالي سالها لو ان فقدت صوابها، وكمل قال لو وجودك هنا في المكتبه محسسك بالملل فممكن تقعدي في اي زاويه وتبداي في رسم الدواير، بطلي تزعجيني. بيرو ما توقعتش ان شانغ هيتكلم معاها بالاسلوب ده، ولانها كانت شايفه ان كل ده عمال يتابعها ويتظاهر قدامها قررت انها تفضل مستنياه لحد ما يخلص ألاعيبه. بعدها بنلاقي ان الليل دخل وهم لسه في المكتبه، وبيرو مستغربه ان عدى اكتر من 7 ساعات وشانغ لسه عمال يقلب في الصفح، وبتفكر ان لو فعلا بيجذب انتباهها فكان زمانه خلص من بدري جدا. في اللحظه دي شانغ قفل اخر كتاب كان قرأه ومبسوط لان كده كل كتب المكتبه اتطبعت في مكتبه المسار السماوي. حط الكتاب وهو بيفكر في تشاو وانه اخيرا لقى التقنيه المناسبه مع جسمها النقي. اما بص جنبه لقى بيرو ويتفاجئ انها لسه قاعده حتى بعد ما عدى 7 ساعات. مشي وهو شايف ان ما يقربش منها، وقال انا خلصت اللي جيت عشانه ودلوقتي مستعد ان اروح. في اللحظه دي اتفاجئ بعصايه ممدوده ناحيته، وطلع مو بيقول له وقف مكانك يا معلم شانغ، انت غير مرحب بيك في المكتبه من اول دلوقتي، واوعى الاقيك بكره هنا. شانغ ساله عن السبب، ومو بزعيق قال له انا شفت كل حاجه، انت ما دونتش ولا ملاحظه وما درستش اي محتوى في اي كتاب، فضلت بس تقلب عشوائيه، وما اعتقدش ان في حد بيقرا بالطريقه اللي انت بتقلب بيها دي، مو شايط وعلى اخره. وشانغ اتفاجئ انه بس متضايق عشان بيقرا بسرعه، ولان الكتب كلها طبعت في مكتبه المسار السماوي، فهو قبل كلام المعلم مو، ووقتها قال طيب اعتبرني مشاغب. اما شانغ كان ماشي سمع حد بينده عليه، ولانه عارف ان ما كانش فيه غير بيرو في المكتبه فهو ما بصش وسالها لو ان في حاجه، وبيرو قالت بما انك قرات فتره طويله في المكتبه فاكيد لسه فاكر بعض محتويات اللي قراته. لحظتها شانغ بص لها وسالها عن اللي عايزه تقوله، وهي قالت لاحظت انك من شويه قرات 8 طرق لصقل الحبوب وانا عايزه استشيرك فيها. بيرو اللئيمه شايفه انه بس كان بيتظاهر بالقراءه، ومتاكده ان لو ما جاوبش عليها فكده كذبته هتتكشف. شانغ رد عليها وقال لها لو في حاجه مش فاهماها فاساليني بسرعه لان عندي عشا عايزه الحقه. بيرو اتضايقت من الطريقه اللي كلمها بيها، فهي حست ولا كانها بتتوسل ليه. بعدها على طول قالت لشانغ ان في عباره مش واضحه في الكتاب، وطلبت منه يوضحها لها، وقالت له العباره بتقول لو الاعشاب الطبيه مبدده فهيصعب تشكيل الدواء. بمجرد ما خلصت العباره اتفاجئت بيه بيقول لها ان قالت العباره بشكل خاطئ، وعرفها ان العباره الصحيحه هي اذا تخثرت الاعشاب الطبيه فسيصعب تشكيل الدواء. شانغ كان عارف ان لصقل الحبوب فلازم يتم استيعابها بالطاقه لحد ما توصل لذروه التدريب الاولى، فاستعاده القدره الطبيعيه والكافيه لجسم الانسان هيبقى صعب جدا يحصل لو تخثرت الاعشاب، وده لان الدواء مش هيتكون اصلا، غير ان عشان الين واليانج يكتملوا مع بعض فلازم هنحتاج لعنصر النار. بيرو انبهرت جدا من اجابه شانغ، فهي طرحت السؤال بشكل غلط عشان يتعرض للتضليل، واتفاجئت بيه بيكلمها عن عمليه تنقيه الدواء، وان اللحظه اللي هتتجمع فيها السوائل والاعشاب مع بعض هيكون من الصعب ان نشكلها كدواء. انت سالتيني بطريقه خاطئه ومتهيألي لازم تخجلي من نفسك. وقتها المعلم قرر يتدخل، فهو جواه بيبقى شايف ان في 8 طرق لصقل الحبوب، والطرق دي تعتبر الدليل الاساسي اللي لازم على اي كيميائي يتعلمها، فحتى لو الشخص ما اتعلمش حاجه عن صقل الحبوب فاكيد هيبقى عارف شويه عن الطرق الاساسيه. على طول قال لشانغ ان عنده سؤال ليه، وقال له ازاي تفسر العباره التاليه تدوير دوره الطاقه تعكس رؤيه جميع المخلوقات. شانغ رد عليه باستخفاف انت اكيد بتختبرني، دي اساسيات التدريب، على العموم هقولها لك. الظاهره دي بتشير الى انه في الوقت اللي بيتم فيه صقل الطاقه بجسم شخص في دوره كامله عقله بيبقى ولا كانه بيتجول في جميع انحاء العالم، وده لانه دمج القواعد الموجوده ورا كل المخلوقات. الجمله دي اتسجلت في نظريات السيد بايمن تحديدا في قسم العرق والطاقه، والكتاب ده موجود على الرف 27 والشرح في الصفحه رقم 69. المعلم متذهل من كلام شانغ، فقبل ايام قليله واحد من الاسياد كان طرح السؤال ده، وده لانه ما كانش عارف اي شرح عن الاجابه. مش كده وبس، تدور في مكتبه الاكاديميه كلها على الاجابه لكنه ما لقاش اي حاجه. على طول التفت ناحيه المكتبه وقايل لبيرو ان تيجي معاه، فهو عازم جدا على انه يتاكد من الكلام اللي شانغ قاله. بسرعه كان وصل لنفس المكان اللي شانغ قال عليه وسحب كتاب نظريات العرق والطاقه. فتح الكتاب وهو متفاجئ على الاخر، ده نفس الكتاب ونفس رقم الصفحه بالظبط. المعلم مو كان شايف ان الكتاب ده من الكتب المهمشه، لدرجه ان السيد اللي جه قبل ايام اتجنب حتى يبص جوه الكتاب ده، ودلوقتي متفاجئ جدا من ان شانغ قرأ حتى الكتاب ده. مو واقف مذهول في مكانه، وبيرو اتفاجئت لما سمعت شانغ بيقول يا معلم مو لو مش عايز مني حاجه تانية فانا همشي دلوقتي. مو وقع على الارض مذهول لدرجه ان الكتاب وقع من ايده، مش مصدق ان ده هو نفسه شانغ الحاصل على اسوأ تقييم في الاكاديميه، وجواه قال لو انه حاصل فعلا على كل القدر ده من المعرفه فده اكيد معناه ان، وسرح في تفكيره. في الناحيه التانية بنلاقي شانغ وبيرو بيتكلموا، فشانغ عرفها انه مستعجل وعايز يروح يلحق العشاء، وهي بتكلمه على انها ما اكلتش هي كمان. في لحظتها استغرب منها شويه، شايف انه جاوب على اسئلتها وانتهى الموضوع، ومستغرب انها متوقعه منه انه يدعوها الوجبه، وقال لها لو جعانه فروحي كلي، ايه اللي يخليكي تناديني؟ بيرو استغربت جدا من كلامه تحديدا لان رجاله كتيره جدا كانوا دعوها الوجبات وهي كانت بترفضهم كلهم، ودلوقتي الشخص اللي قدامها والمفروض انه معجب بيها بتديله الفرصه لكنه مش مهتم. في اللحظه دي هي اللي عرضت على شانغ الدعوه، وصاحبنا على طول لما صدق وعلى طول قال لها انا عايز الوجبه تبقى فاخره جدا، وهي بكل استياء بتوافق على شروطه. بعد ما الاثنين قعدوا يمشوا شويه، بيرو
استغربت من ان شانغ مشي معاها طول المده دي من غير ما يقول لها ولا كلمه، ولان حست ان المشوار كله هيفضل على نفس الحال بصت له هي عشان تبدا كلام، لكن في اللحظه دي استغربت من اللي شافته، وبعد ما دققت شويه عرفت انه دلوقتي في المستوى الثاني من المرحله الذهنيه. بشكل عام كل المقاتلين مش بس بيتدربوا على طاقتهم، فكمان من اهم المهارات هي الحاله الذهنيه، فكل ما ارتفعت القدره الذهنيه للشخص كل ما سرعه تدريبه ارتفعت، واللي معناه ان هيحققوا انجازات اكبر في المستقبل. بيرو بص عليه مندهشه جدا منه، فهي شايفه ان تدريب المرحله الذهنيه اصعب من فنون القتال، وان المؤسس لوحده هو اللي وصل للمستوى ده في الاكاديميه كلها. وقتها بتبدا تشك في كل حاجه حواليها، لدرجه ان حست ان نتائج اختبار المعلمين مزيفه. شافت ان هدف شانغ الحقيقي هو الاستفاده من سخريه الاخرين عشان يدرب عقله، وده عشان يخترق المستوى الثاني من مرحله القوه الذهنيه. صاحبنا ميت من الجوع وهي بصاله بارتياب مستنيه تكشف خدعته. شانغ ادرك انه متاثر بالمشهد من حواليه وافتتن بيه، ده لوحده تسبب في انه يوصل للمستوى الثاني من المرحله الذهنيه. فتدريباته على تقنيه المسار السماوي وحصوله على الطاقه النقيه كل ده خلاه يبقى عنده الامكانيه انه يتطور بسرعه جدا في اي حاجه. في اللحظه دي كانوا وصلوا لمطعم هونغ تيان، وهو ما توقعش منها تدعوه لمطعم فاخر زي ده. بعدها الاتنين دخلوا جوه بارقى استضافه من المكان، وجوه نفس المطعم شخص بيخبط الطاوله بايده جامد. الشخص بيطلع بين وكاو من قدام منه بيهديه وعرفه انه قدم شكوى لمحكمه التنويل الاراديه، والاكاديميه هتعاقب شانغ شوين بكل تاكيد، وانت بكره هتستعمل وحش جدك وتقضي بيه على شانغ بشكل نهائي. بين قال له ان وحش الجد والمعروف بالاسد محطم السماء مش هيستمع على اوامره حاليا، وكاو بيقول له صدقني ده بيعتمد عليك انت، فانت ممكن مثلا تغريه بشويه اكل ووقتها هيسمع كل كلامك. في اللحظه دي تقدم له الوجبه اللي كان طالبها، وبنلاقي ان المسؤول اللي هناك بيعامله معامله خاصه، وبيأكد عليه ان لو عايز اي حاجه تانية فيديله اشاره بس. ووقتها بين قال له انا جبت الاسد محطم السماء في الفناء الخلفي وافتكر تاكله كويس، والراجل اللي قدامه عرفه انه هيعمل ده على اكمل وجه. كاو استغرب جدا من معامله المسؤول لبين، قال له انه مطعم هونغ تيان بيتمتع بسلطه كبيره، وفي العاده السيد وو ما بيكونش مكترث بالضيوف. يا ترى ايه اللي خلاه يهتم بيك جدا المره دي؟ قال مطعم هونغ تيان فعلا سلطته كبيره، وده عشان المالك بتاعه الاكبر هو ياو معروف بقوته، ومن شده قوته اتنافس مره على مركز المؤسس. وبالنسبه لاجابه سؤالك ان احسن ضيافتنا كده هو ان ياو يبقى صديق جدي الحميم، وبكده السيد وو بيرحب بيا باحترام شديد. في اللحظه دي كاو لاحظ حاجه جنبه وشاور لبين على شانغ والمعلمه بيرو. بين بص عليهم مش مصدق ان المعلمه بيرو ماشيه مع عديم الفايده شانغ. قال ان فاكر انه دعاها على الاكل قبل كده لكنها ما وافقتش ابدا، ومش مصدق عينيه انها ماشيه دلوقتي مع شانغ. اما كاو لقى ان بين متضايق على الاخر، قال له انا عندي فكره تخلي المعلمه بيرو تفضح شانغ، وده بالاضافه انها تعجب بيك انت. على طول بين سأل عن الفكره. بعدها بشويه في الناحيه الثانيه من المطعم اكل كتير جدا لحد ما شبع، وبيرو محبطه جدا منه، فهو فضل مهووس بالاكل وتجاهل وجودها تماما. ولان قررت الرحيل فهي طلبت من النادي اللي يديها الفاتوره، لكن اتفاجئت بيه بيقول لها ان الفاتوره 1280 قطعه ذهبيه. عرفته انها حسبت الفاتوره وقت ما كانت بتطلب الاطباق، وان الفاتوره لازم تبقى 100 قطعه بس، وهو باعتذار قال لها ان زجاجه المشروب الخالده اللي قدامك دي ثمنها لوحدها 1200 قطعه ذهبيه. بيرو اندهاش قالت له ان الازازه دي اتقدمت لها من المطعم، وكانت فاكره انها مجرد ضيافه، وهو باستعجاب بيقول لها ان دي ما كانتش مجانيه، انا كنت فاكر انك عارفه سعرها، وده لانك ما سالتنيش اي حاجه وانا بديها لك. بيرو استشعرت خدعته. شانغ بيسلك سنانه وهي بتقول للنادل ان ده هيبقى دين عليها وهترده بعدين. النادل واستغل الوضع جدا، عرفها ان ما تطلبش اكل مش هتعرف تدفع سعره، وبما انها طلبته فعليها تدفعه حالا، ما تفتكريش انك هتاكلي هنا بالمجان. بمجرد ما خلص كلامه شخص سأله عن اللي بيحصل، بيطلع بين بيقول له ان المكان هنا راقي ومفيش داعي لكل الجلبه دي، وهنا هو حكى له اللي بيحصل. وبين عامل نفسه مش مصدق انه مش معاهم مال لدفع الفاتوره. على طول بص للمعلم شانغ وقال له ما تعملش نفسك غني طالما مش معاك فلوس، احرج نفسك على ان تجيب العار للمعلمه بيرو. بين هو اللي كان طلب من السيد وو ان يخلي حد يقدم مشروب غالي الثمن، وده لان شانغ مش هيعرف يدفع ثمنه، وان هو بعدها هيظهر وهينقذها من الموقف المحرج. هو عمال يفكر كده، والسيد وو من وراه عمال يشاور له على شماله. بين سرحان في قد ايه بيرو هتغرم بيه، وكاو هو كمان وراه مستغرب من اشارات السيد وو. في اللحظه دي بين بص على شماله وفرح جدا لما لقاها مركزه معاه هو، لكنه اتفاجئ بيها غضبان على الاخر، وبتساله بيقول على مين ان عامل نفسه غني. على طول بكل ارتباك قال لها ان مش بيتكلم عنها هي، وان يقصد شانغ شوين بكلامه. بيقول لها ان هو دعاكي وهو مش معاه نقود، وبكده خلى نفسه ضحوكه وقلل من هيبه المعلمين. في لحظتها اتفاجئ جدا لما سمع شانغ بيقول يا استاذ بيرو هي اللي دعتني. هنا حس انه وقع في غلطه كبيره، وهي لسه متضايقه انه قال عليها ان بتتظاهر بالكرم، وانها خلت نفسها ضحوكه وقضت على هيبه المعلمين. بين عمال يتهته بالكلام بيحاول يبرر لنفسه اي حاجه، وكاو من وراه بيوشوش له انه يدفع الفاتوره وان يعمل ده باسرع سرعه ممكنه. على طول نزل فلوس على الطاوله وابتسم وهو متوقع ان بيرو تعجب بشده كرمه، لكن وعلى العكس بيحصل اللي مش على باله ابدا. فبيرو بترفض مساعدته، كل غضب بتقول انها هتدفع الفاتوره بنفسها، وده عشان ما حدش يدعي انها بتتظاهر بالكرم. بتودي القلاده للسيد وو، بتعرفه ان قلاده اليشم دي بتساوي 5000 قطعه ذهبيه، بتقول له انها هتسيبها عنده امانه وهترجع تاني بعد ما تحصل على المال الكافي. بين على طول بص الكو وعرفه انه بيحصل غير اللي توقعناه، وساله عن العمل دلوقتي. واثناء ما هما بيتكلموا كده بنلاقي شانغ قال مش لازم تسيبي حاجه حتى للنادل، فالوجبه دي ما تستحقش كل الفلوس دي اصلا، عايزه تديله كل
كل الفلوس دي وتسيبي نفسك تتخدعي بكل سهوله. واتضايق جدا من كلامه، قال له ان احنا مطعم هونغ تيان دايما امناء مع كل عملائنا، وانت بكل سهوله جاي تتهمنا بالاحتيال. لو ما وضحتش قصدك فما تفكرش ابدا انك هتمشي من المكان ده. بين وكاو فرحوا جدا باللي حصل، فهم كده بقوا شايفين ان شانغ بقى في مشكله حقيقيه. اما المعلمه بيرو فمستغربه جدا من تصرف شانغ، بتبقى عارفه ان مطعم هونغ تيان سلطته قويه للغايه، ورغم ده شانغ شوان اتجرأ واتهمهم بشكل علني. وشانغ قال له بما انك طلبت فانا هتخلى عن الرسميات. في العاده بيتم اعداد لحم الدببه البنفسجي عن طريق نقع الدب في زهور البنفسج لمده 3 ايام، لكن اللي انتوا عملتوه هو انكم قليتوها بشكل مباشر بعد ما اتنقعت لنص يوم بس. ومع ان القوام هو نفسه تقريبا، الا ان الخصائص الطبيه لازهار البنفسج ما اتغمرتش بشكل كامل، واللي معناه انها مش هتبقى نافعه مهما اكلت منها. ليو عمال يتكلم والناس بدات تتجمع بسبب الاخبار الوحشه اللي سامعينها عن المطعم. وليو بيقول وبالنسبه لسمك من درين فاتقال هنا في المطعم انها اسماك بريه، لكن الحقيقه انها مستزرعه، وده لان زعانف ديل الاسماك المستزرعه بتبقى صغيره جدا. وكان غير في التفاصيل دي من غير علم الرئيس. ومع ان في ناس ذواقه كتير جم اكلوا من المطعم، الا ان ولا واحد منهم قدر يحدد الاختلافات دي. وانكر كلام ليو وبصوت عالي قال كلامك فارغ، والاطباق زي ما هي معلن عنها، ولو انت صح في كلامك وريني دليلك. وليو اما لقى بيتحداه على طول مسك النبيذ وبدا يكب فيه وهو بيقول لو السائل ده مشروب خالد فعلا زي ما انت بتقول. وقبل ما ليو يكمل بنلاقي ان هو عرف اللي ليو على وشك يعمله. وليو كمل وقال هنعرف دلوقتي لو ده قيمته فعلا 1200 عمله ذهبيه. رمى الشعله ناحيه السائل اللي كبه، وبمجرد ما ولع كل الموجودين في المكان شموا ريحه كريهه جدا. وليو كمل وقال اللي قدامكم ده سائل اخضر بريحه مشابهه، ولو المشروب الخالد مفيد لاجسادنا فالسائل الاخضر ده على العكس تماما، والريحه اللي شمينها دي هي اقوى دليل. في اللحظه دي صياح الزباين في المطعم عالي على الاخر، وكل اللي بيقولوه هو ان عايزين فلوسهم ترجع. اما السيد وو فعمال يفكر في ان ازاي عديم الفايده ده قدر يكتشف حقيقه المشروب المزيف. خايف من المالك الاكبر ياهو لحسن يعرف خبر اللي حصل. بين وكانوا متحيرين باصين على بعض مش فاهمين اللي بيحصل. اما وو فمشعلل بيتمنى لو انهم ما كانوش جم النهارده، وبكل غضب امرهم ان يمشوا. اطلعوا بره وما ترجعوش هنا مره تانية. وكاو بيسحب بين وهو بيقول له يلا بينا، فالراجل ده باين له اتجنن. اما شانغ فبيعرف بيرو انهم مش هيدفعوا اي فاتوره. نظره الانسه بيرو اتغيرت جدا للمعلم شانغ، بقت شايفاه رائع جدا لدرجه انه قدر يتعرف على عيوب اطباق الطعام بتفترض انه يمكن ما اداش كويس في الاكاديميه بسبب انه كرس كل مجهوداته عشان يبقى واحد من الذواقه. اما شانغ فما كانش متخيل ان مكتبه المسار السماوي هتقدر تظهر له عيوب اي اكل بياكله. شانغ كان مشي قدام شويه والانسه بيرو لحقته، شكرته على مساعدته جدا النهارده. واما هو قال لها ان كل ده ولا حاجه بالنسبه له، اتفاجئ بيها بتقول له ان العزومه النهارده ما تعتبرش عزومه وانها هتعزمه مره تانية. لكن ولان شانغ ما كانش عايز يتعزم فهو قعد يقول لها انه راضي بحياته كده. اي حد هيفتكر انه مش عايز يتقل عليها، لكن الحقيقه انه مش عايز يقع في المشاكل. فبين عمال يلحقها، وطالما بين موجود هتفضل المشاكل موجوده. بيرو استغربت جدا من تصرفه، اتحرجت جدا وحست انها بتترجاه عشان تعزمه. وهو بعدها قال طالما مفيش حاجه تانية فانا همشي لان عندي حاجات تانية اعملها. في اللحظه دي بين ظهر له مره تانية وبصوت عالي قال له انه ما يفكرش يهرب حتى. والمعلمه بيرو ما شافته متعصب كده سالته لو اني ناوي على خناقه. هو ما سمعلهاش وقال لها ان دي تغينه بينه وبين شانغ شوان، لو انت راجل ما تستخباش ورا بنت وحاربني. رد شانغ كان مفاجئ فعلا، فهو قال له فيها ايه لو استخبيت ورا بنت؟ دي واحده من قدراتي، ولو انت عايز تمتلك نفس القدره فممكن تروح تدور على حد تستخبى وراه. بين اتصدم فعلا، مش متخيل ان ازاي مش خجلان من كلامه. وشانغ بعدها مشي وهو بيقول انسه بيرو انا هسيبك تتعاملي مع الاثنين دول، فانا عندي حاجات تانية اعملها. شانغ ماشي وشايف ان مش لازم يتعامل مع مشاكل ممكن شخص غيره يحلها. اما بيرو من وراه فمذهوله من تصرفاته. بين كان مصر واقسم على انه هيقتل شانغ النهارده، وبصوت عالي نده على الاسد محطم السماء. في اللحظه دي اسد ظهر من الزاويه وكاو بص وراه ما سمع صوت زئير عالي. اما بين فامر الاسد بالقضاء على شانغ وعرفه ان لو عمل ده هيديله كل الاكل اللي عايزه. والاسد اتشد انتباهه جدا لما سمعه بيقول ان هيمنحه حبه تهدئه نقاط الوغز اللي جده اداها له. وقتها بيرو عرفته ان مواجهه الزميل في الاكاديميه تعتبر جريمه عظيمه، وهو بكل جنون قال لها شانغ شوان هو اللي حاول يقتلني، وانا بالاسد محطم السماء حميت نفسي. اللي هعمله يعتبر دفاع عن النفس وما فيش حد هيجرؤ يلومني. وعلى طول امر الاسد بالهجوم على شانغ، والاسد بعد ما اصدر صوت بالموافقه على طول اندفع ناحيه شانغ بنيه قتله. وقتها المعلمه بيرو قلقت جدا عليه. الاسد بيجري بسرعه وبين مناعها تتحرك. بعدها بيرو وقعت على الارض وحس ان كل ده حصل بسببها. اما بينا ما بص قدام على الاسد لقاه واقف ثابت في مكانه، فبص على بيرو وهو بيقول لها ان رد فعلها متاخر جدا. بعدها بلحظات كاو نده عليه، وما بص عشان يشوف اللي عايزه لقاه بيشاور له ناحيه الاسد. بين بص وهو بيقول ان شانغ مات بالفعل، لكن المشهد اللي شافه صدمه. فشانغ مش بس عايش، ده كمان الاسد محطم السماء بقى شبه حيوانه الاليف. بين عارف ان الاسد هو وحش جده المرافق، وانه معروف انه معتز بنفسه جدا وبيغضب من اقل لمسه. ودلوقتي ازاي عامل زي الكلب المطيع قدام شانغ ما قدرش يستحمل نفسه، وامر الاسد بالقضاء على شانغ حالا. الاسد عمال يتمسح في صاحبنا، وبين من بعيد عمال يتحايل عليه عشان يهجم عليه. وقتها شانغ شاف ان صوت بين مزعج جدا وامر الاسد ان يسكته. الاسد بص على بين بزئير عالي وفي ثانيه كان هجم عليه، وهجومه ده طير بين لمسافه بعيده. اما كاو شاف ان بين وصل للحيطه جري عليه بسرعه عشان يطمن عليه. اما بين فمش مصدق ان الاسد ده هو نفس وحش جده المرافق. وشانغ طبطب على الاسد وهو بيقول لست سيئا، احسنت
عملتها عملا. اما بيرو شافته متناغم جدا مع الاسد، سالته ازاي عمل كده، وهو قال لها بتسالي عن اللي حصل، يمكن قدرت اتواصل معاه بسهوله بسبب كوني وسيم. بيرو حست بالعبط في كلامه، فهي شايفه ان الاسد محطم السماء مجرد وحش همجي. طلع وسيم بالنسبه له مش هيكون لي اي معنى، ولو بخصوص الوسامه فبين اكتر اناقه منه. بعدها شانغ ودعه وهو ماشي، وعرف الاسد ان هو كمان لازم يرجع. شانغ ماشي وعمال يفكر في مكتبه المسار السماوي، ما كانش متوقع انه بيها يقدر يعرف نقاط ضعف الوحوش. فاللي حصل هنا هو انه بعد ما عالج الصدمات المخفيه للاسد على طول بقى مطيع ليه في الحال. وهو بيفكر كده لقى بيرو ظهرت له تاني وهي بتقول له استنى. سالته مره تانيه ان ازاي خلى الاسد يسمع له، وصاحبنا اتفاجئ اما لقاها وراه مره تانيه. قال انه كان بيتمنى يعيش حياه طويله، ولكن الظاهر انها هعيش لبكره بس لو فضلت معاكي. وقتها بيرو اتجنت وصرخت فيه بان ازاي بيكلمها بالوقاحه دي، وهو ما شاف ان كل اللي همها هي طريقه كلامه معاها. طلب منها مره تانيه ان تسيبه في حاله لكن بطريقه لطيفه، وتعابير وشه ضحكتها جدا، وده كان كفيل يخليها تسيبه في حاله. عرفته انها هتمشي دلوقتي وهتدور عليه بكره. في نفس التوقيت ده عند مطعم هونج تيان بنلاقي وو قاعد على الارض، وقدام منه شخص بيساله ان ازاي اتجرأ وغير محتويات الاطباق بسريه. وو قال له ان كل ده حصل بسبب الخبيث اللي كان هناك، فهو كشف كل حاجه في العلن، وده عشان يخرب سمعه المطعم. من الواضح جدا انه بيستخف بيه كليا. هاو خبط ايد الكرسي بشده وبغضب قال له ازاي قدرت تتكلم على غيرك بعد كل المشاكل اللي عملتها؟ انا هديك 5 ايام عشان تحل المشاكل اللي سببتها، وكونك هتحل المشاكل دي هي طريق نجاتك الوحيد. بعدها طلب منه يديله اسم الشخص اللي اتجرأ وخرب سمعه المطعم، ولان شانغ شوان كان معروف ده المعلم صاحب المركز الاخير، هاو اتعرف عليه على طول ووصفه بانه عديم الفايده، واستغرب ان ازاي اتجرأ وعبث بسمعه المطعم. اليوم اللي بعده بنلاقي شانغ ماشي وبيفكر في ان كل اللي كان عايزه هو وجبه لذيذه. بعدها بيفكر في انه لازم يركز على الصقل عشان يوصل للاختراق، لكنه بعدها بيحبط لان معلم عادي زيه ما عندوش الصلاحيه يوصل لتقنيات المرحله السادسه، وكل اللي يقدر يعمله هو بس ان يستعين نسخه من احد الاسياد. بعدها فكر في انه وقت ما كان في المرحله الثالثه اثناء التقييم السابق وراح لواحد من الاسياد وطلب منه تقنيات المرحله السادسه، فشايف ان كان هينتهي بيه الامر كفقر تجارب. لكن بعدها بتجيله فكره، وهي ان في تجار كتير موجودين في مدينه تيان شوان، وهناك يقدر يتبادل التقنيات، وبيستنتج انه هيقدر يحصل على كتب تقنيات المرحله السادسه من غير ما يبذل اي مجهود. على طول مشي باتجاه المدينه متحمس ناوي يرجع بكتب كتيره النهارده. اما وصل لشارع تيان التجاري اتفاجئ ان المكان صاخب جدا، الا انه مع ذلك ما عندوش اي ذكريات عنه. وبعدها توصل لحاجه، وهي ان يمكن مالك الجسد السابق كان معلم عادي باجر منخفض، واللي معناه انه ما كانش هيجي لمكان زي ده عشان يشتري حاجات، وده السبب اللي بيخلي شوان دلوقتي مش عارف يتعرف على الادوات اللي بتتباع حواليه. راح عند واحد من البائعين وبص على المقتنيات اللي عنده، وفي عقله مستني مكتبه المسار السماوي تتعرف على المقتنيات. البائع شاب وساله عن اللي بيدور عليه، وشانغ عرفه ان بس هيلقي نظره. بعدها في اللحظه اللي البائع فيها وراله جرس وكلمه على ان الجرس ده بيمتلك قدرات خاصه، وانه اتصنع خصيصا من حرفي محترف، وانه هيبيعه له ب50 عمله بس. على طول شانغ لقى مكتبه المسار السماوي بتعمل، وكتاب اتفتح بمعلومات عن الجرس. عرف ان الجرس ده اسمه جرس التكرار، واللي بيعمله انه بيكرر نفس الرنات مرارا وتكرارا لحد ما يسبب شعور بالدوار، وان الجرس ده اتصنع من الذهب الاسود، والشخص اللي صنعه فعلا حرفي من الدرجه الاولى، ومكانه ورشه الغيمه الزرقاء. وبيعرف برضه ان الجرس ده فعال جدا ضد المقاتلين من المرحله الاولى. والبائع ما شاف شانغ منشغل مع الجرس كده، ساله لو انه مهتم بيه وان ممكن يعمل له عليه تخفيض، وعرض عليه انه يديهوله مقابل 20 عمله بس. شانغ رفض عرض البائع، وده بسبب المعلومات اللي حصل عليها من خلال مكتبه المسار السماوي. فورشه الغيمه الزرقاء هو مكان بيصنع ادوات مزيفه، وكمان معلومه ان الجرس اتصنع على ايد حرفي من الدرجه الاولى، فالدرجه الاولى دي تعتبر هي اقل درجه على الاطلاق. وبكده شانغ مش هيقلق تاني بخصوص اي حاجه مزيفه هيشتريها. بعدها ساله لو انه بيبيع عشبه الشمس البارده، والبائع بكل حماسه قال له ان عنده، واكد له ان الوحيد اللي بيبيع العشبه دي في شارع تيان. طلع له 5 صناديق وقال له ان كل صندوق جواه 5 اغصان، وكل غصن بيساوي 100 عمله ذهبيه. بعد ما شانغ بص على العينات اللي قدامه لقى من خلال مكتبه المسار السماوي ان كلام البائع صادق، فعشبه الشمس البارده بتنمو في المناطق المتجمده، وده رغم انها بتفضل ضوء الشمس. العشبه بتحتوي على طاقه روحيه، وشانغ بيشوف ان بسبب عنصرين البروده والحراره اللي بيتصادموا جواها بيدمجوا اللين واليانج بشكل متناسق، وده بيخلي العمله دي الدواء الامثل لعلاج جسم تشاو. بعدها شانغ لاحظ ان الغصن اللي في ايده دابل بشكل مبالغ فيه، وسال البائع لو انه ممكن بيحافظ على العشبه بشكل خاطئ، والبائع عرفه انه اكيد بيهزر معاه، بيقول له انه بيكسب رزقه من التجاره دي، فازاي هيحافظ عليها بشكل غلط. وفي الاخير بيعرفه ان الغصن ده في حاله سيئه من وقت ما حصل عليه، وعرض عليه انه ممكن يبيعها له بنص السعر لو عايز. شانغ بعدها من خلال مكتبه المسار السماوي عارف ان الغصن اللي في ايده تحديدا هي عشبه الشمس البارده الام، والعشبه الام بتعتبر مصدر كل الاعشاب التانيه، ولو تم استخدامها كعلاج فهيكون ليها تاثير مضاعف ب10 اضعاف. على طول طلب من البائع يغلفها له، فهو عرفه انه هياخدها، وجواه متاكد ان لو البائع لاحظ انها ام فما كانش هيبيعها له بالسعر ده ابدا. مبسوط لانه بالعشبه دي هيعرف يحل مشكله تشاو. اما البائع غلفها له وقال له انه سعرها 50 عمله ذهبيه. شانغ حط ايده في جيبه عشان يدفع، ولقى ان معهوش حتى 10 عملات ذهبيه. بناء على معلومات شانغ فكل تركيزه كان على مكتبه المسار السماوي، وما كانش حاطه في دماغه موضوع الفلوس ده. شايف ان مالك الجسم السابق كان فقير واتعاقب عده مرات، وده بسبب حصوله على اقل مستوى
المستوى في تقييم المعلمين. اما البائع لقاه طول وهو بيخرج الفلوس، ساله عن المشكله اللي بيواجهها، وشانغ بخجل رد عليه وقال له ان معهوش غير 8 عملات ذهبيه بس. وقتها البائع سحب العشبه ناحيته وهو بيقول حتى لو شكل العشبه سيء فانا خاطرت بحياتي عشان احصل عليها، وانت عايزني ابيعها لك ب8 عملات ذهبيه بس. في الاخير عرفه انه ما عندوش وقت للمساومه، وشانغ قال انا ما كنتش ناوي اعمل كده، لكن الاول هل متاكد انك فعلا مش هتبيعها لي؟ البائع انفعل على شانغ وقال له طبعا مستحيل ابيعها لك، دي ثمنها مش اقل من 30 او 40 عمله ذهبيه، وانت بتقول لي ان معكش غير 8 عملات ذهبيه، امشي من هنا لا اما هطلب الدوريه لاعتقالها. شانغ قال له انه مش محتاج يعمل ده وانه هيشتريها، عرفه انه مش معاه فلوس وانه ممكن اصلا يديها له بالمجان. البائع شاف ان شانغ شخص مخبول مش مصدق انه عايز يشتري حاجه غاليه كده من غير ما يدفع اي حاجه، وبكل استهزاء قال له مستحيل ده يحصل، بطل الاحلام اللي انت فيها دي وانا هنزل على ركبي لو اديتها لك بالمجان. شانغ قال له انه مش لازم يبقى مؤدب بزياده، وعرفه ان لو هو مش مصدقه ان هيديها له بالمجان فكل اللي عليه يعمله عشان يتاكد هو ان يقرب ناحيته ويوجه له لكمه، لان كلام شانغ استفز البائع فهو فعلا قرب ناحيته عشان يدفعه. ولكن في اللحظه دي شانغ عرف كل حاجه من خلال مكتبه المصاري السماوي، واول معلومه عرفها هو ان البائع ده ممارس فنون قتاليه في المستوى الثالث. البائع مسكه من هدومه وبكل غضب بيقول له ازاي قدرت تسخر مني. شانغ قال له انه يهدى، وفجاه ما قال له انه من منطقه معروفه باسم شيه، اللي خلى البائع يستغرب جدا ان شيه هي مدينه صغيره موجوده في مملكه تين شوان، ومن الصعب جدا اي حد يتعرف عليها. وبكل استعجاب ساله ازاي عرف ده. شانغ ما جاوبش على سؤاله بل كمل وقال له انه نجا بحياته في تين شوان قبل 6 شهور، وده بعد ما اتلدغ من افعى الخيرزان البارده. عرفه انه مع انه هرب الا انه دلوقتي بيعاني من اضرار جسيمه في جسمه مؤلمه، وزي ما متوقع البائع اتصدم. فكل المعلومات اللي شانغ قالها صحيحه، واللي خلاه في حيره من امره كده هو انه ما كانش قال لاي حد ابدا على المعلومات دي. بعدها في اللحظه اللي شانغ قال له فيها انه هيمشي هو على طول طلب منه يستنى، وساله لو انه عنده طريقه للعلاج. عرفه انه لو عالجه فهو هيديله كل المواد الطبيه الموجوده في المتجر، ولان شانغ كان عايز فعلا حاجات فهو كلمه على طول على حالته. عرفه ان افعى الخيرزان البارد بيحوي على طاقه الين، واما الافعى عضته فهي دخلت الطاقه دي في جسمه، والطاقه دي ما بتخش الجسم بيكونش ليها اي علاج ولا حتى العلاج الكيميائي هيفيده، لكن الا حاجه واحده بس وهي ان ياكل مراره الافعى. بيقول له ان جسم الافعى كله بارد الا المراره، ولو كلها فده هيحرر طاقه الين من جسمه، ووقتها على طول هيرجع طبيعي مره تانية. البائع اندهش ان الحل بالبساطه دي، وما شانغ قال له ان اكيد في واحده في المتاجر هنا يروح يشتريها ويجرب. هو بص وراه وهو بيعرفه ان عنده واحده، فتح الصندوق بحزم عازم على انه يجرب اللي قاله. شق جسم الافعى وعلى طول اكل المراره، وما عداش لحظات واندهش من التغيير اللي عليه. نزل على ركبه زي ما قال له في البدايه، فده دليل ان هيديله الحاجه بالمجان. عرفه انه حاسس بالفرق جدا وطلب منه ياخد كميه الاعشاب اللي عايزها. وشانغ قال ما صدقتنيش لما قلت لك انها هتدهاني بالمجان. واثناء ما البائع بيقول له انه ما كانش يعرف ان هيكون شخص رائع كده وان يسامحه على سلوكه معاه. في نفس الوقت ده بنلاقي اطفال بيتكلموا عن شخص معروف بالسيد مويانج، ومن كلامهم باين ان مبسوطين انه وصل. ولان شانغ سمع الحوار ما بينهم سال البائع مين يطلع مويانج ده، والبائع على طول قال له ان ده مسمن خبير حسب اللي شانغ فاكره. فمهنه المسمن هي مهنه مميزه زيها زي مهنه الزواق، وده لانهم بيعرفوا المقتنيات اللي فعلا ممكن تبقى كنز عن المقتنيات العاديه. عمليه تسمين المقتنيات زيها بالظبط زي عمليه تسمين كنوز الارض، فاللي بيشتغل الشغلانه دي بيبقى غني. وفي اللحظه دي شانغ افتكر مكتبه المصاري السماوي وانه بيها يقدر يصنع ثروه. ودع البائع وهو ماشي وعرفه انه يحتفظ بالعشب عشانه. في الوقت ده عند البائع ميانج بنلاقي ناس كتيره متجمعين ومعاهم مقتنيات عايزين يسمنوها، وهنا ميانج قال انه هيغادر المملكه النهارده، ولكن عشان الحماس اللي هم فيه فهو هيسمن 5 مقتنيات ل5 اشخاص. في نفس التوقيت ده شانغ كان قرب من مزهريه وراه، ومن خلال مكتبه المصاري السماوي عرف ان المزهريه دي مصنوعه على ايد حافي من المستوى الاول، متشققه وممكن تتكسر في اي لحظه. بكده شانغ بيكون عرف حقيقتها وانها مش كنز ولا حاجه قيمه ابدا. وكمعلومه فشانغ كان عرف حقيقتها من خلال مكتبه المصاري السماوي بسبب انه لمسها. شانغ ما تاخرش في ان يدعو ميانج بالمحتال، وميانج قال الظاهر انك فهمت غلط، وشانغ بانفعال قال له انه فاهم اللي قاله كويس وانه عارف اللي يقصده. ما يهمنيش بتخدع الناس ولا لا، لكن ما تتعلاش عليا انا. كلامه ده طبعا ضايق ميانج المعروف بمكانته العاليه في المدينه، وبغضب ساله انه ازاي اتجرأ تهمه الاتهام الفظيع ده. عرفه انه اشتغل في تسمين المقتنيات ل 30 سنه وانه ساعد ناس كتير ومحدش ابدا دعاه بالمحتال. الناس كلها كانت في صف ميانج فهم شايفينه شخص لطيف جدا بضمير حي مستحيل يخدع حد. لف وهو بيعرف شانغ انه شخص كريم وانه هيغفر له على اتهامه ده لو اعتذر بس، وشانغ ما اعتذرلوش ولا حاجه. عرفه ان هو بيقول الحقيقه وانه كمان يقدر يثبت له احتياله. طلب منه تلميع المقتنيات اللي اشتروها وانه وقتها كل حاجه هتتضح لوحدها. ميانج رفض، قال له ان كميه المقتنيات اللي معاهم ضخمه وانا لاني هغادر الليله فانا مش هلحق المعهم، هم محتاجين على الاقل نص يوم. انا همشي وما تفتكرش اني مش عايز افضل قاعد عشان خايف، سمعتي معروفه ومحدش يقدر يشوهها. شانغ برضه كان مصر على انه شخص مخادع وبرضه شايف انه عايز يمشي عشان محدش يقدر يتهمه. واثناء ما شانغ بيفكر كده واحد من الموجودين شاور على شانغ وهو بيقول بما انك بتتهمه بالاحتيال فاكيد انت شخص بتفهم في التثمين، وايه رايك لو تسمن حاجه قدامنا؟ ويانج عام على عمه وقال له اللي قاله صح فعلا، فطالما انت بتتهمني كده فاكيد انت شخص فاهم في الكنوز وانا هدي لك الفرصه. اختار حاجه من المقتنيات اللي قدامك، ولو انت لقيتها قيمه وتعتبر
يعتبر كنز فعلا، فانا هعفو عنك. وشانغ بثقه قال له انه ما عندوش اي مشكله، مبتسم لان عارف ان مكتبه المسار السماوي مش هتخيب امله. على طول بص البائع هناك وساله لو انه يقدر ياخد مقتنيات الاول وبعدها يدفع ثمنها بعد تلميعها، لكن وللاسف البائع رفض طلبه، قال له ان لازم يشتريها الاول وان دي هي القواعد وانه ممكن يتراجع عن دفع ثمنها لو لقى انها من غير قيمه. في اللحظه دي ميانج قال له ان هو هيدفع ثمن الحاجه اللي هيشتريها، ولو قيمتها طلعت عاليه فهو هياخد الفوائد، اما لو قيمتها قليله فهو هيعتذر له. وشانغ قال ليه ما قلتليش من الاول، وشكره وهو رايح عشان يختار واحده. اما ميانج فشاف ان من العار عليه يستغل طيبته كده. شانغ راح ناحيه حجر كان لمسه قبلها وعرف من خلال مكتبه المسار السماوي انه كنز ثمين، رماها للبائع وهو بيقول له انه اختار دي، وبكل ثقه طلب منه يلمعها قدام كل الموجودين. البائع استغرب جدا انه اختار الحجر، وما ميانج شافه مظلوم كده امره انه يعمل اللي قال له عليه عشان هو شايف ان شانغ مش هيتراجع. على طول البائع حط اداه التلميع على الطاوله وبدا يلمع الحجر ومستني شانغ يخجل من اختياره. اما ميانج فشايف ان كل المقتنيات الصغيره هي مجرد احجار عاديه. فجاه الحجر العادي اتضح ان جواه حجر كريستال. الموجودين كلهم كانوا عارفين ان الحجر ده ثمين جدا، لدرجه ان واحد منهم قال ان الكريستال ده يعتبر واحد من المواد الاساسيه لصناعه الاسلحه الشبحيه. والبائع ما كانش مصدق ان كل ده معاه حجر كريستال متحوط بحجر عادي. وشانغ ابتسم بجنون لما سمع الناس بتقول ان الحجر ده نقي جدا وثمنه يوصل ل 100,000 عمله ذهبيه. وشانغ قال يا سلام على كميه الفلوس اللي هاخدها.